أعلن تنون اقترابهم أخيرا من وجهتهم المحددة، وأرادوا بحماس تقديم ليم إلى صديقهم الكائن الذي سمح لهم بالعيش هنا. شعر ليم بالقلق عندما وصفوا ذاك الصديق بأنه مخلوق أبيض صلب يبلغ نصف طوله فقط. عندما ظهر الشكل من الظلام أدرك ليم أنه غولم قوي للغاية، ربما حارس هذه المنطقة. انغلق الممر، خاف لي بعنف ليحاصره تماما. يحدد الغولم فورا هذا الكيان المرعب كمتسلل وحده كهدف يجب تدميره بأي ثمن يلها من حماقة. احتج ليم مدعية انها ظن الغولم صديقا. صدم سنودروب قائدة النون عندما تحول الغولم فجأة الى آلة قتال ضخمة ومرعبة. بدأت معركة شرسة، استخدم ليم قفاز الحديدي لصد الهامات لكنه تراجع للخلف رغم قوته الهائلة. أدرك ببرود أن الغولم يمتلك قدرة الشفاء الذاتي وأنه الآن في خطر حقيقي ومميت. حاول التخطيط للانسحاب، ناويا إحضار تعزيزات مثل الوونغ غوهو وليلي في المرة القادمة لسحقه. أثناء محاولة الهروب سدت سنودروب طريقه فجأة وتسلت للجولم سنوبلايند ألا يهاجم. كان لين في حيرة تامة لكنه شق طريقه بالقوة. ضرب الغولم بقوة مدمرة مرة أخرى مصر على النقاش اللاحق. اتهمت سنودروب بإيذاء صديق لكن ليم أصر إنه مضطر. انظروا لهذه القوة بعد هزيمة الجولم بسهولة انفتح صدره ليكشف عن مفتاح متوهج. حزن تنون على صديقها الساقط ورفضوا ليم بغضب شديد مدعين أن الأصدقاء لا يقتلون بعضهم أبدا. لكن ليم قال برود ان الغولم يمكن انعاشه وان اياس يعرف شخصا يدعى يانغ ضران على ذلك. تفاجأت النون بهذا الكشف وادركت ان هذا الوحش يقول الحقيقه المطلقه. قد اعترفوا بصدقه التام رغم ان مشاعرهم ظلت مجروحه. وصل ليم تقدمه ودخل البوابه المفتوحه. فضل الداخل وجد ما جاء من اجله مشروبح الحياه سائل ذهبي بخصائص شفاء لا تصدق. ياخذ ليم رشفه بهدوء. تقطع الحياه تدفق عبر هذا الكيان الشاد بكل سهوله. يدرك ان هذا السائل سيهزم الموت وينقذ الالاف حين تحل كارثه الاشهر السبعه. يمنح قطره واحده لنون بلمبلا لتتوهج فورا بضوء ساطع يعمي الابصار. هذا التحول المذهل يفاجئهما. يبدو ان لهذا الاكسير تاثيرا فريدا وخاصا جدا على جينيات الماء. كيف تشعر سنودروب بخفه جسدها لكن لم يلاحظ ان حجمها قد تقلصص بوضوح. يقرر تاجيل استكشاف هذا السر. حان وقت المغادره الان. يامر لم نونان باحضار الغولم السحري واتباعه نحو الاعلى دون اي تاخير. أثناء صعودهم للسطح ارتفع حرارة المياه فجأة ويظهر توهج ساطع بالأعلى، وبمجرد اختراقهم للماء نرى سماء مظلمة تماما لكنها تحترق بضوء ناري مرعب. يظنون ان هذا النور هو الشمس لكن يتعرف على المصدر فورا انها ليلي. تتحلق عاليا وتستدعي كرة نارية ضخمة ومرعبة. هل تختبر سحرها ام انها تمشي اثناء نومها مجددا؟ ينظر ليم للاعلى ويبتسم مدركا انها نفذت تعليماته بحذافيرها ولكن بالطريقة الاكثر تدميرا وانفجارا على الاطلاق. يصرخ ليم نحو ليلي ويأمرها بإخماد الكرة النارية والنزول فورا. يسألها برود عما إذا كانت تنوي حقا تدمير هذه البحيرة بأكملها ومحوها تماما. من الأسفل يصرخ تشانكسو مناديا ليم ويطالبه بمعرفة أين كان يختبئ طوال هذا الوقت. يدرك ليم حينها أن غيابه لفترة أطول قليلا كان سيؤدي لعواقب كارثية ومدمرة. يخبر تشانكسو بهدوء أن الوضع الحالي خطير للغاية. يرد تشانجز بارتياح لعودة ليم سالما وإيقافه لليل في الوقت المناسب، وإلا لكانت هذه الفتاة قد جفت مياه البحيرة بأكملها. في تلك اللحظة يركض بايك ووونغ نحوهما يصرخان بلهف. يخبرهما تشانغ سوسو أن يوقف عملية البحث فورا. يندفع جين نحو ليم متعانقه بشدة متسائل عن مكان اختفائه. فجأة تطير سنودروب للخارج وتبدأ في طرح سؤال ما بفضول كبير. عندما يصرخ تشانغ سو مرعوبا بوجود وحوش خلفهم. يتقدم هذا الكائن المرعب ليم خطوة للأمام ويطلب من الجميع الهدوء التام. يشرح لهم ببساطة إن هذه المخلوقات المقتربة ليست أعداء على الإطلاق بل حلفاء جود. يعدهم بشرح كل شيء بالتفصيل لاحقا. ثم تصطدم ليلي بليم بقوة دافنة وجهها في صدره وتضربه مرارا وتكرم بغضب طفولي. تقول بغضب إن وقت العقد حان وهو مفقود. تصرخ بأنها كانت قلقة جدا عليه لدرجة أنها فوتت عشاها فقط لتبحث عنه في كل مكان. يضع ليم يده بهدوء على رأسها ويعتذر عن تأخره لكن هذه الإجازة الهادئة لا تستمر طويلا كما هو متوقع. قريبا يعود الجميع لمسؤولياتهم اليومية. يمر الوقت بالسرعة ونرى هؤلاء الأبطال يعودون لساحة المعركة الكاسسية. يقاتلون الوحوش الشرسة ويأمرون بإخلاء جميع المواطنين القريبين فورا. إنهم يواجهون الآن جيشا من الأورك. يصدر ليم أمرا حازما لوونغ ضمن مهمة إبادة الوحوش. تتضمن مهام وونغ اليومية تناول 5 وجبات دسمة والتدريب بيكسس ولا مثيل لها. عندما يصل طلب الإبادة يندفع هو أولا. معدل تطور قوته يتجاوز حتى توقعات ليم نفس المليئة بالإصرار. يعتقد ليم انه بقليل من الحظ قد يلعب وونغ دورا محوريا وحاسما خلال الكارثه الاولى القادمه. يخبر ليم وونغ انه فعل ما يكفي الان ويطلب منه التراجع. ثم يسال ليلي عما اذا كانت مستعده للتدخل. تومئ براسها مطالبه بدقيقه واحده فقط. يبدو ان ليم قد وعدها بالبطاطس المقليه وهو ما تذكره به بينما تحرق هذه الوحوش وتحولها الى رماد متناثر. تقول انها نفذت الاوامر بحذافيرها وتريد الان وجبه برجر الوحوش الكامل كمكافاه لها. لكن ليم يخبر ببرود انها تاخرت 5 ثوان كامله وسيتعين عليها في الاكتفاء بصنف واحد فقط من القائمه. يقترب لانج ويسال عما اذا كان يمكنه الانضمام للليم في عشاء. وفجاه يلاحظ ليم شيئا مريبا خلف وونغ.
بلا أي تردد يندفع بسرعة البرق ليحمي ظهر وونغ. إنه غلط ظل الماكر يختبئ في انتظار اللحظة المناسبة للهجوم. يحذر ليم الجميع فورا ويتساءل عن ماهية هذا العشاء الآخر الذي ذكره وونغ للتو. كي يستأذن وونغ مبررا بأنه سيتناول مغذيا للغاية وسيتدرب بجهد مضاعف بعد ذلك. يشيد ليم بعزيمة وونغ ويلاحظ في صمت أن قدرته قد وصلت بالفعل لنفس المستوى الذي كانت عليه في حياته السابق. لم تعد جيلان الظل تشكل أي تهديد له، لقد اتسع خزان المال الخاص به أيضا. إذا استمر وونغ بهذه الوتيرة فسيصبح وحشا أكثر قوة. ثم ينظرون جميعا نحو السماء. لقد تشكل قوس قزح جميل، لكن ليلي تشير بغرابة إلى أنه يفتقر للون الأحمر. تسائل لم عما إذا كان هذا القوس سيختفي خلال أسبوعين للنجاة من ليل الأشهر السبعة القادم. نحن نعلم أنهم بحاجة لعناصر أساسية. يدرك ليم تماما أن الأمر سيتطلب قوة نارية هائلة ومدمرة لإبادة أمواج الوحوش، وفريقا قتاليا متخصصا لتدمير النواة البوابة الملعونة، وخطة محكمة لتقليل دمار المدينة. كما أن معالجة واستعادة القوة البدنية لهؤلاء الخارقين يعتبر أمرا جوهريا لا غنى عنه. يأخذ ليم هذه المسؤولية الثقيلة على عاتقه بينما يجهز البقية. نعود بالزمن قليلا لنرى بيك تقدم تقرير حول مبيعات الجرعة. تقول إن عملية التوزيع ستبدأ هذا الأسبوع. يأمرها ليم بالمضي قدما وإبلاغه فورا بأي مشاكل قد تطرأ في طريقهم. يسألها عما إذا تمت الموافقة على شروط مبيعات الطعام. ترد بيك بأن هذا الأمر لم يعد مهما أبدا. الخارقون يصطفون من تلقاء أنفسهم في تقريرها ودرجة أسعار محددة لكل طبق، وأشارت بوضوح إلى أن أحجام الحصص ثابتة تماما. الأسعار مرتفعة جدا وهو ما يراه ليم أمرا ممتازا. تسأل بيك عما إذا كانت قد نجحت في إرضائه. ليم يتجاهل ويسأل عن جينانج. يقول إن هناك تقارير تؤكد أن الأولم يمكنه التحرك بالفعل. تعبر بيك عن شكوكها لكنها تعترف بأن جين يدعي قدرته على إدارته. بينما يركب ليم السيارة بثقته المرعبة يطلب منها الاعتماد على جين. تسأل بيك بحيرة عن سبب ثقته العمياء في هذا القرار. راقبوا معي هذا الكيان الغريب. لا يدعي أن هدفه البسيط هو أخذ ليلي إلى حديقة حيوان، ثم يفتح وثيقة سرد أسماء أصدقاء قدامه حضروا حفلة تقاعد في الماضي. يدرك أن تدخله هذا قد مزق مسار المستقبل بالكامل، فلا ضمان لإلقاء مجددا في هذا العالم المتغير. يحتفظ بالوثيقة بينما تسأله بيك إن كان يحتاج لأي شيء آخر. بيك ترغب في العمل مع هذا الكيان الغامض لفترة أطول قبل إجازاته التي تستمر أسبوعا. وفجأة يطرح ليمي سؤالا مباشرا على السائق عن الوقت المستغرق للوصول. السائق يجيب أن الأمر يستغرق ساعة. لم يلاحظ أن المسافة بعيدة وممرقة جدا بالنسبة لبشري عادي. السائل البشري ينفي التعب ويؤكد أنه بخير، ومع ذلك يسأله ليم بهدوء عما إذا كان يفكر في الانتقال لشقة بجوار مقر النقابة. السائق يتجمد في صدمة تامة. لم يأمر بيك فورا بتجهيز السكن الجديد بمساحة هائلة تكفي لعائل السائق بأكملها. ليم يتكفل بجميع النفقات. بيك تبتسم في هدوء مفكرة في أن ليم شخص غريب الأطوار بشكل يفوق الوصف. السائل مذهول يسأل عن قصده الحقيقي. ليم يوضح أن هذا سيكون مريحا للجميع، ثم يضيف أن ثروته هائلة ولا حصر لها، لذا يجب ألا يرفض السائق أبدا. السائق يعزي عن الكلام تماما. يتساءل ما إذا كان يحلم أو أن اليوم هو عيد ميلاده. لم يدرك أن المال لم يعد مشكلة بفضل الجرعات، لكنه يعلم جيدا أنه لا يستطيع إنقاذ كل من يهتم لأمرهم بهذه الطريقة البسيطة. لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق. ننتقل بعدها لمشهد آخر حيث تمنى سيا للأبطال مهمة ناجحة جدا. كليم يطلب منه حراسة المنزل في غيابهم. ليلي تمازح قائلة إنسية لن يتمكن من الهروب من هذه المسؤولية الثقيلة. الأبطال ينطلقون سورة عبر غابة مظلمة وسرعان ما يصطدفون فهو واقف في صمت تام ومريب أمام صخرة ضخمة. كليم يطلب من ليلي خفض صوتها ويقرر أنهم سيمضون في طريقهم لأن فهو في حالة تركيز عميقة جدا. كونج يتمتم بغضب بأن تقدمه بطيء ولن ينفع أبدا، ويؤكد أن اللي أصبح أقوى بسرعة فإن القائد سيقوم بطرده بلا أي رحمة. هذا الكائن المرعب ليم يشعر ببعض الحرج حين يسمع قلق فهو الشديد من البقاء في الخلف، ومع ذلك يعتقد أن السعي للتطور أمر جيد مهما كان الدافع، لذا يختار ببرود عدم التدخل أبدا. أثناء استمرارهم في الطيران تعلن ليلي فجأة أنها ستشكل ضع سحريا. ليم ينبهر حق ويسألها عن الوقت الذي تعلمت فيه فعل ذلك. كليد تقول إنها جرفت الأمر للتو نجح، ثم تسأله إن كان يستطيع فعلها أيضا. مرة أخرى ليم يذهل تماما من موهبتها الفطرية. وأخيرا يصلون إلى كنز ليم السري واللي ممتلئ بعناصر نادرة جدا تم جمعها من المنطقة المحرمة. كليلي تحيا الراهبة التي تؤكد عدم وجود أي شيء يستحق الإبلاغ. ليم أمرهم بمواصلة دورياتهم المعتادة بالقرب من الكهف. لقد استهلك الراهب إكسير الحياة الغامض وأصبح الآن يتحرك بسرعة الرصاص. لم يعتمد كليا على سرعتهم الخارقة للاتصال به في أي حالات طوارئ خطيرة. ليلي تنظر حولها وتسأل عن سبب وجودهم هناك. لام يبدأ بهدوء في شرح العناصر المختلفة. جناح المخدعس السحري يمنح مرتدي جاذبية وسحرا لا يقاوم، ويغير الصوت ليبدو كمتحدث عظيم. رداء الحاكم يشح بهالة مانا مرعبة يصعب تحملها، بينما يضيء طاقم خشبي عادي بمجرد دخل مانا فيه. كليم يرتدي رداء الحكيم المرعب بينما تضع ليلي قناع المخادع. تقول إن صوتها قد تغير وأصبح يبدو غريبا جدا. ليم يرد بثقة إنهم مستعدون الآن وإن العملية يمكن أن تبدأ. انتبهوا جيدا لما سيحدث الآن. فجأة يظهران عند بوابة انتقال. الناس بالجوار يصابون بصدمة مرعبة لرؤية شخصيتين تخرجان من البوابة.
يبتسم في نفس معتقدا أن وجود هذا العدد من الشهود أمر ممتاز يخلي على غطاء رأسه ببطء ويقدم نفسه للعالم على أنه ماجموس العظيم من قارة غاية لقد جاء خصيصا لتحذيرهم من كارثة مروعة ستسقط على أراضيهم قريبا جدا. الناس يتساءلون في رعب عن هويتي، لا يمكنهم فهم اللغة التي يتحدث بها لأنهم لم يسمعوا بها من قبل أبدا. يتكهنون بخوف عما إذا كان قد خرج من البوابة، ثم فجأة يضيء الطاقم السحري بقوة. الكيان يطلب منهم عدم القلق ويعلن استخدامه لسحر الترجمة، ثم يطلب الإذن ليقدم نفسه مرة أخرى أمام هذه الحشود الضعيفة. يعلن بصوت هادر أنه ماجيموس من جارة غاية، لم يحثهم بنظرة ثقب على الاستماع بعناية تامة. ليلي تدرك أن هذه هي الإشارة وتلقي درعة سحرية، يتسلقان فوق الدرع ويصرخ لين بقوة بأنه جاء إلى هنا لتحذيرهم من الهلاك. يبدأ الناس في الهمهم متفقين على أنه ساحر حقيقي. ليم يعلن ببرود أن أزح في السماء هو علامة على أعنى قادم. يشرح أنه عندما تختفي كل الألوان ستنزل كارثة ساحقة على أراضيهم وتفتح آلاف البوابات المربى مباشرة نحو الجحيم. كليل الترجم إشارته مجددا. لم يواصل الحديث المرعب قائلا أن الوحوش والشياطين ستغمر الأرض والسماوات بلا أي رحمة. الأحياء سيغمضون أعينهم للأبد بينما ينهض الموتى من قبورهم. يشدد الكيان بقوة على أنه يجب عليهم جميعا الاتحاد والاستعداد العاجل لهذه الكارثة القادمة. ليم يشعر بالرضا مدرك أنه قد استحوذ بالكامل عن انتباههم. كأن على الخاص يضخم صوته ورداء الحكيم يشعب هالة بتسلب أنظار الجميع. الطائم يصدر ضوءا بسيطا لكنه يعزز حضورة الطاغي كحاكم مطلق. يتقدم ضابط شرطة بشجاعة ويسأل في يأس عن كيفية تجنب هذه الكارثة المروعة. ليم يرد ببرود بأنه لا يمكن تجنبها بالكامل بل تقليلها فقط، ثم يسأل عن مكان ملك عالمهم مع أنه سيقدم له كل التفاصيل بدقة. رغبه جيدا. ننتقل فجأة مباشرة إلى غرفة التحقيق في البيت الأزرق. جوز سانجوك رئيس خدمة دعم الخارقين يلاحظ بذهول أنه لم يقابل أبد أي كيان يمتلك هذه القوة. يرد ليم بهدوء مرعب أنه يتفهم هذه الصلة، لكنه يكرر هدفه بوضوح. لقد جاك إنذار أخير من هلاك ويطالب بأخذه إلى ملكهم فورا ودون تأخير. سانجوك الجاهل بحجم الكارثة أمامه يتساءل بثقة لما ليم متأكد هجا بأنه ليس الملك. ربما اختلاف الثقافات هو السبب في أنه لا يشبه ملوك عالم إكسيمس، هكذا يظن هذا البشري البسيط. لكن ليم يرفض هذا الهراء بهدوء ويوضح أنه قادر على قراءة مسارات الغدر حتى وإن كان ذلك بشكل جزئي. يدعي هذا الكائن الغامض قدرته على رؤية الأحداث التي تصنع التاريخ وتحدد مصائر العظماء. يؤكد لم ببرود أن ساسانج ليس ملكا الآن لكنه سيحاول الوصول للعرج قريش. سانجواك يقف مصدوما وعاجزا متسائلا كيف تمكن إكسيموس من كشف هذا السر الخفي. يتذكر ليم رؤية مستقبل سانجواك بوضوح وترشح لمنصب الرئاسة القادم ودوره كقاضي للمتطوعين الخارقين الذي يحتقر جرائمهم. لكن ليم يصمت فجأة ويخبره أنه لا يستطيع كشف المزيد، فهذا كل ما سمح القدر برؤيته. في تلك اللحظة يقتحم أحدهم الغرفة ليعلن أمرا مثيرا. الرئيس بنفسه يرغب في لقاء هذا الساحر القادم من بعد آخر وجهه لوجه. سونوس يسلم أكسيموس عصاه السحرية ويعرض عليه مرافقته أخيرا لمقابلة المالك المنتظر. البيت الأزرق أعيد بناؤه قبل سنوات بعد أن فتحت البوابة الأولى فوق سطحها. يومها خرج وحش مرعب وباد الرئيس ومعظم أعضاء البرلمان في مشهد دموي لا ينساه. تم انتخاب رئيس جديد لتهدئة الفوضى قليلا، والآن أصبح البحيث الأزرق يشبه منشأة عسكرية محصنة بالكامل. حسنا هنا تبدأ المهزلة لدخول مكتب الرئيس الذي يرحب بالبطل ويقدم نفسه بثقة كقائد لهذه الأمة. يخبره بأنه سمع الأخبار العجيبة عن قدوم أكسيموس من بعد آخر مختلف تماما. لم يؤكد ذلك بهدوء الجبابرة ويقدم نفسه مجددا كساحر من قارة غاية، ثم يطلب العذر إن لم يكن سحر الترجمة الخاص بمساعدته مثاليا ودقيق. الرئيس يطمئنه ويدعوهم للجلوس، لكن لم يقترب من الكرسي ويلاحظ نظرة الثقيبة أن هذا المقعد ليس عادي أبدا. الرئيس يوضح بفخر انه جهاز كشف له يكذب، واذا كذب ليم سيكتشفون ذلك فورا. ليم يظهر انزعاج الطفيفه ويقترح ببرود ان يجلس الرئيس على واحد ايضا. يطلب الرئيس منه التكرار لكن ليم يتجاهل الامر مؤكدا انه لا يملك شيء ليخفيه ومستعد للاجابه عن كل شيء. الرئيس يطرح سؤاله الاول: هل جاء حق ام غير الغايه المزعومه؟ ليم وليل يؤكدان ذلك بلا تردد، ثم يسأل إن كانت نبوءة الكارثة حقيقية. ليم يجيب بأنها واقع قادم لا محالة ولهذا السبب بالتحديد هم هنا، ويضيف أن مساعدته لا تعرف الكثير عن الأمر. الرئيس يطالب بكشف الحقيقة الكاملة بلا نقصان. مسكين الليلي إنها تكافح بصعوبة لفهم نص ما يقال في الغرفة. فضل تدريبات الفنون القتالية لا يسيطر على تنفسه ونبضه في فش الجهاز البائس في التقاط أي شيء. الرئيس المصدوم يأمر بإزالة كل معدات عن هذا الساحر المرعب. ليم تنهد بارتياح مزيف. الرئيس يحتز بصدق عن شكه. فريد ليم يدبه انه كان لا يفعل الشيء نفسه لو كان مكانه. ثم يميل الرئيس للامام ويطرح سؤال شخصيا غريبا لم يتوقعه احد: هل يمكن ان يساعده ليم في الهروب الى غاية قبل الكارثة؟ وهل سيكون المكان امنا؟ يظن هذا الاحمق بما ان ليم قال التحذير فالامر ممكن ببساطة. غضب ليم ينفجر كالعاصفة يتساءل باحتقار: هل هذا كلام ملك حقي؟ شخص مستعد للتخلي عن شعبه بهذه البساطة. الرئيس يصرخ بجبن مؤكدا انه ليس ملك، لقد سقط هذا المنصب اللعين في حجر عن طريق صفوف البحة لا غير. اعرض المال والموارد واي شيء يطلبه ليم يعتبر بئس انه سئم العيش في عالم يتربص فيه في الموت في كل زاوية مظلمة.
يتوسل إليه ليأخذ عائلته وأصدقائه معه. ليم يقف مصدومة ويعترف بصوت خافت إنه كان يملك رأيا مختلفا تماما عن هذا الرئيس الجبان. يمسك يد ليلي بقوة ويعلن أنهم سيغادرون هذا المكان فورا. الرئيس يحتاج بيكين بأن الساحر وعد بالمساعدة، لكن لما يرد بقسوة بأن الرئيس لن يفهم أبدا العبء الحقيقي الذي يحمله في قلبه. يرفض العرض ويدير ظهره للرحيل، ولكن رائب هذا يد الرجل الذي كان يقف صامت طوال الوقت يخلع إناع أخيرا انه كسيمسا وهو اول متيقظ بلقب التيتان يتحرك بسرعه البرق ويسد طريق البطل. يبدو ان الامور ستتخذ منعطفا خطيرا للغايه بالنسبه لليم. يدرك فجأة انه غير قادر على النظر في عين سوهو. يحاول لم المغادرة، لكن سوهو يبتسم سخرية ويسأل عن سبب هذا الموقف المضحك. ليم يواجهه بجرأة ويسأله إلى متى يخططون لمواصل هذه المسرحية السخيفة، ثم يشير إلى سوهو بوصفه الملك الحقيقي الفعلي لهذه البلاد. سهو يتفاجأ تماما ويسأل كيف عرف ليم ذلك. ليم يشير ببساطة إلى نجمة القدر الضخمة اللي بتحلق فوق رأسه بوضوح. كيم سوهو هو البطل الذي أعاد النظام لكوريا الجنوبية بعد فتح البوابة الأولى له، بعد تياقظ غدرات الجبارة، حشد الشرطة فورا لحماية المدنيين من هلاك. بعد الانتخابات أعاد بناء البيت الأزرق وغاد تعافي البلاد بمئها. كل شخص في كوريا الجنوبية يعرف هذه الأسطورة الحية جيدا. بعد ذلك ننتقل مباشرة إلى المقر الرئيسي لمركز الاستجابة الكوارث. سوهو يعلن قبل بدء الاجتماع رغبته في تقديم الساحر الذي قلب النبوءة الكارثية. لم يتقدم بثقة، يذكر أن اسمه أكسيموس ويحث الجميع على الاستماع بكل حذر. ثم يشارك القصة الكاملة ببرود ويطلق تحذيره المرعب بأن هذه الكارثة تهدد وجودهم جميعا دون استثناء. في الغرفة تجد شخصيات مرعبة وقوية: الوحش بجانكسيز، وملك الشياطين كيم تايجين، وملكة الجليد هانجي هاي، والجدار الحديدي مين تايوونغ. إنهم الأقوى بين المتخذين الأوائل بلا منازع. وإلى جانب كيمسا، وهل تتخيلون القوة؟ إنهم يبيدون الوحوش ويثبتون أركان هذه الأرض. الرئيس يعلن بحزم إنه سيعلن حلقة الطوارئ الوطنية في صباح الغد الباكر، ويحث المجلس على التعاون الكامل. لكن جين يتساءل بسخرية كيف يمكن للرئيس تصديق قصة خيالية مجنونة كهذه. يوافق تيونغ معتبرا هذا الكيان مجرد محتال. يجادلون بأن اتخاذ خطوة متهورة كهذه بلا دليل قاطع هو جنون محض. مع تصاعد التوتر يصرخ سوه مطالبا إياهم بالتوقف. يؤكد الرئيس أنه تحقق من كل شيء، مذكرا إياهم تلك الفوضى المرعبة حين فتحت البوابات لأول مرة. يقول سوه إن لم يحدث شيء فلا ضرر، ولكن إن كانوا غير مستعدين فسيدفعون ثمنا باهظا جدا. يتنهد تايوونغ يتمتم بشيء عن العمل الشاق، ثم يندفع بحماقة نحو الأبطال كي يتظاهر هذا الكائن المرعب بالذعر كأنه يهاجم. لكن تايوانغ يمسك بليلي يسخر قائلا إنها تزعجه ويأمرها بالبقاء ثابتة. كم هو ساذج! يمد يده نحو قناعها ويسخر، زعم إنها تفعل ذلك لتجنب التعرف عليها. يسقط قناع ليلي بصمت على الأرض. فجأة تتحول ليلي إلى قطة غاضبة جدا، ويبدأ هؤلاء الحمقى بالتساؤل عما إذا كانت بشرا من الأساس. يطلب ليم من المساعد الهدوء موضحا ببرود إن الأمر كان مجرد خطأ. لم يدركوا الحقيقة المخفية أبدا. يبرر ليم الأمر بأن أمثال ليلي يخجلون من وجوههم الحقيقية، ولهذا السبب يرتدون الأقنعة دائما في حضوره. يا لها من كذبة متقنة. يتذكر ليم كيف استعد مع ليلي لهذا الموقف تحديدا. قناع القطة لا يخفي ملامحها فحسب، بل يغير صوتها بالكامل. ولكن إن نزع صحر التحول فورا ليجعل مرتدي هذا القناع قطة حقيقية. تسائل هذا الكيان كيف سيتصرف تايوانغ بعد أن تحطمت افتراضاته. يصرخ سو هو في وجه تايوانغ ويطالبه بالاعتذار فورا. يعتذر تايوانغ بصدق لنزع الجناح دون إذن. هذه الأثناء يفكر لين بسخرية في مدى برعة ليلي بلعب دور القط. في اليوم التالي راكبوا معي هذا يعلن سوه حالة طوارئ قصوى عبر شاشات التلفاز والإذاعة الوطنية. واقفا على المنصة يعلن عن أزمة كبرى تعصف بكوريا. ارتباك أولي يسيطر على الأجواء، لكن المواطنين يتأقلمون مع الرعب بسرعة. يبدأ الجيش وشرطة الخارقين والنقابات المختلفة تدريبات واسعة النطاق استعدادا للأسوأ. يقترب أحدهم من هذا الوحش المتخفي ويذكر أنه سمع بمغادرة الحكيم اليوم. يؤكد لهم ذلك بهدوء. طاقة سحر النقل البعدي تشرق على النفاذ وعليه العودة خلال ساعات قليلة. يسأل الرجل إن كان بإمكان ليم إسداء خدمة صغيرة له قبل رحيله. يوافق الكائن بهدوء على المحاولة. يشرح الرجل أن بحوزة عدة كتب نادرة صدرت كغنائم خلال فترة الانتفاضة الوطنية. لقد جلب فقط تلك في حالة جيدة، ويطلب من ليم إلقاء نظرة فحص عليها. كل وقت يداهمهم، لذا فهو يريد فقط أن يتحقق ليم مما إذا كانت تحمل أي أهمية تذكر. يدعي لم تواضعا أنه ليس عالما ولا يتوقع منه الكثير. يتساءل في سرنا ما إذا يرون حكيما حقا أم مجرد أحمق. هذا الكائن يتقن كل اللغات، لكنه في الواقع لا يقرأ سوى لغة غارة غاية وعالم الفنون القتالية الغامض. وحتى حينها يقتصر فهمه على مجالات الفنون القتالية والسحر فقط. وأثناء جوله بصمت في المكتبة يجذب انتباه كتاب غريب. هيك يستشعر هذا البطل المزيف شيئا استثنائيا، ويتساءل عما إذا كانت هذه مذكرات إمبراطور السيف العظيم. يروي الكتاب قصة من منظور نانجونغ إمبراطور السيف المعروف في عالم الفنون القتالية بأنه التسييد المطلق للقوة. يدرك ليم أن اللغة مألوفة له، ويبدأ بالشك في أن هذا الكتاب اللعين أصلي بالفعل. عندما يسأل المساعد عما إذا كان هناك خطب ما، يوضح ليم أن الكتابة تبدو شيطانية
يلتطبع، ثم بيسأل ليم عما إذا كان هناك سيف مرتبط بهذا الكتاب. يقول للمساعد إن السيف يحوي شيطانا أيضا، وسفسد روح محمله يطلب منه ليم بصمت أن يحقق أكثر. كان يأمل سرا أن يكون سيف الإمبراطور السماوي من بين تلك العناصر المستبدأة، لكن المساعد يخبره أنهم وجدوا الكتاب وبعض الملابس البالية فقط في الكهف المنهار. يشعر ليمي بخيبة أمل لكنه يتظاهر بالانبلاء. يقرر أن الكتاب خطير جدا ويعلن أنه سيخدمه بنفسه، ولأن الملك مشغول يطلب من المساعد إبقاء هذا الأمر سرا تام. لاحقا يبدأ هذا الكيان بقراءة الكتاب بصمت، أنه يروي قصة نانجونغ بلبن غير الشرعي لعشيرة نانجونغ العريقة، رغم ولادته بمهبة قتالية اللي هي يتعرض للتمييز القاسي. وبعد وفاة والدته قام بسرقة تقنيات العشيرة القتالية وإكسيرها السري. ليم غير مهتم بالأجزاء الأولى أبدا، فهو يعرف هذا التاريخ المبتذل مسبقا. ما يثير اهتمامنا حقا هنا هو معركة إمبراطور السيف مع تانما، والتي خسرها بلا لحظة قبل اختفائه. فجأة تظهر ليلي وتسأل عما يفعل ليم. تتذمر من الملل فيخبرها ليم ببرود أن تسلي نفسها بينما يكمل قراءته. تركض بعيدا بشقاوة يناديها ليم طالبا منها العودة قريبا، إنه سعيد حقيم بكونه وحيد هذا الصمت المجيد مجددا. مع استمراره بالقراءة يشعر الليم بالملل، فالكتاب طويل جدا يصادف قسما عن الفن الإلهي لتحطيم السماوات، لكنه مليء بالثرثرة التي لا لزوم لها. ومع ذلك يستشعر أن الجزء الأهم يقترب أخيرا. تشرح التقنية بعبارات في غاية البساطة، لدرجة أن حتى الغرد يمكنه استيعابها بسهولة. إن لم يفهمها من المرة الأولى يعلم أنه سيعيد قراءتها فقط. يربع ليم سائيه ويجلس بوضع التأمل، وفجأة تظهر دائرة حمراء ساطعة وسط جذع هذا الكيان. يتذكر أن القوة الداخلية تنقسم لثلاث فئات: تراكم والاستقرار ثم الإشعاع. يدرك ليم أن تقنية ديها سمبوب التي درسها في الماضي. ركزت على الاستقرار، لكن بايتون سيمبونج تحقق تأوما مطلقا في المجالات الثلاثة. ماذا نستنتج نحن؟ يصفها ليم بأن سيمبوب نقية ومثالية حقا. الآن يدرك هذا الكائن المدمر لماذا يفني البشر أعمارهم في إتقان تقنياتهم الضعيفة. فهو أراد مجرد التدرب اليوم، لكن هذا الخلف النظام يراقب الوقت بانزعاج. لقد تأخر الغداء وليلي لم تعد حتى الآن. تناقض مرعب. فجأة يلتفت ليم وتظهر بوابة كارثية. بينما يصرخ البشر في رعب الوحوش قادمة، يقف هو بهدوء مرعب. أول وحش يظهر هو مينوتور ضخم. البشر يفرون بهلع غير مدركين للوحش الحقيقي بينهم. يرفع المينوتور هراوته، لكن ليم ينشر درع سحري ببساطة من الحشود بالبقاء خلفه، يطمئنهم أن الحاجز سيصمد، وهو يعلم أن قوته تتجاوز أي تعزيزات. إطلاق قوته الكاملة سيمحو الغصب إكملي من الوجود، لذا يكتفي بقوة الجديدية هوي الوحش بهرفته. لكن لم يقفز فوقه ويسحقه بلكمة واحدة أدفدب بعيدا. قوة فوق المنطق. يتساءل هذا الكائن المدمر لماذا الوحش جدا يدرك الحقيقة المؤرعبة. الوحش ليس ضعيفا، بل هو من أصبح أقوى بشكل مخيف. تدفق الوحوش ويدرك ليم أن حماية المكان بات مستحيلة. الأعداد هائلة. راقبوا معي هذه اللحظة الجنونية. يرفع يده لتسقط أمطار من الجحيم، تارك الجميع في صدمة مطلقة. حتى الرئيس المستقبلي إف مذهولة أمام هذه العظمة. قوة ستخلد قريبا بتمثال ضخم في ساحة وانغ هوان احتراما لهذا الكيان الخارق. بعد سحق الوحوش يتقدم سوه لشكره، وعدا إياه بعد نسيان هذا المعروف الأسطوري أبدا. يجيب الليم ببرود الملوك بأنه فعل الواجب فقط. يتقدم المساعد مقدما هدية للتعبير عن الامتنان. يرفض الليم في البداية، لكن أمام إصرارهم يقبل متسائسا بفضول عن كمية الأحجار السحرية النادرة بداخلها. يعلن ليم رحيله ويقف مع ليلي فود السحري مستعدين للمغادرة، تاركين خلفهم صدمة الجميع. اتضح ان صديق ليلي الجديد هو تيتان من اوائل المستيقظين. اثناء مغادرتهما يتمنى ليم السلامة لهذا العالم الضعيف. عند العودة يسأل ليم تاي وونغ بهدوء ما إذا كان يعتني بالمنزل جيدا. ينهار تاي وونغ باكيا متسائسا عن غيابهم الطويل، بينما يؤكد سير أن كارثة مرعبة قد وقعت. يكشف تاي وونغ برعب أن اختفاء أقواس قزح العائمة في السماء يعني حلول دمار لا مفر منه. مئات البوابات ستظهر. يتبدل ليم وليلي النظرات وتسمان، فوجود هذا الكيان يجعل نهاية العالم تبدو كنكتة. بيكي تساءل بذهول. كوانغ انطلق أيضا للنقابة تلبية لنداء الطوارئ، يطلب سيروساك إبلاغه فورا فور عودة شقيقة. يمتدح ليم شجاعته ويقترح التوجه فورا إلى النقابة لكشف حقيقة هذا الخلل. رغم توقع ليم بهروبه آثار بقائه إعجاب. يراقب ليم قوس قزح بهدوء مخيف، مدركة أن نهاية هذا العالم تبعد أقل من أسبوع، مجرد وقت للعب. يحثهم للذهاب للنقابة معه. هناك تواجه بيك ليمي غضب شديد، مطالبة بمعرفة مكان اختفائه، جاهلة بحقيقته المرعبة. تصرخ بأنها حاولت الاتصال بوسط حالة الطوارئ هذه، لكن حتى هاتفها كان مغلقة تماما. تواصل بيخو بجهل تام وتسأله إن كان يدرك مدى خطورة هذا الوضع الكارثي. يرد ليم ببرود الملوك بأنه اكتفى من هذا الكلام ويستدير. لحظتها يصل سلتاي وونغ محية بيك بسرعة. يتعرف عليه من لقائهما السابق عند البحيرة. تسأل بيك بجدية عن المكان الذي يخططون للإخلاء إليه. يسأل ليم بهدوء إن تبغى غرفة بالنقابة، مضيفة بنبرة واثقة إنه لا ينوي البقاء طويلة. تسأله بيك إن كان عدم من البوابة وتعرض مرافقا له، قبل أن تقترح عليه التوجه مباشرة لمقابلة الرئيس بدلا من ذلك. يتجاهلها هذا الكيان المطلق تماما، ويأمر ساراك بنقل أمتعته والذهاب للراحة.
تذكروا بيك بأنه الوحيد الذي تجاهل النداء محذرا من غضب الرئيس الشديد، لا تدري أن غضبه لا يعني الشيء. يرد لين بالسخرية لاذعة بأن الرئيس لن يغضب إن كانت هي الأخرى قد تجاهل هاتفها طوال العطلة. فجأة يندفع وونغ يسأل ليم عن فإن، لكن وونغ ينادي القائد بشكل غير متوقع ويهاجم ليم بتهور جنوني. يتفادى ليم الضربة متسائلا إن كان جد جين وونغ يبكي ويبرر هجومه بأنه فرحة غامرة لا تظنه إن ليم قد تخلى عنه للظلام. يطمئن ليم بهيبة طاغية بأنه حتى لو تخلى عنه العالم بأسر فلن يتركه أبدا وحيدا. يغمر الفرح فإنه يدرك ليم فائدته الحقيقية. بعد يطرق ليم باب مكتب الرئيس بهدوء مرعب. الأبطال مجتمعون. تبلغ بيك بن ليم كان خارج المنطقة المحرمة. يرد تشانكس وبحث أن هذا ليس عذر مقبول أمام هذه الكارثة. يسأل الرئيس ليم عما يعرفه عن الكارثة. يجيب الكيان بهدوء مستفز بأنه سمع القليل في طريق عودته. ويشرح تشانغزو أن الحكيم العظيم أكسيموس خص بنبوءة مرعبة استغير مصير العالم بأكمله. ذكر أكسيموس فرس السابسة أمر تشانكسو بترك عقل أقدر لهم ليؤودوها، فهم انفس يأتون بالنور لتبديد هذا الظلام. يعتقد تشانغ أن النبوءة تخص فريق ليم. يوافق الجميع بينما يقترح ليم بتواضع زائف أن يعمل فريقة السابع بشكل مستقل عند بدء الغزو الجنوني. يصر بثقة مربى أن كل شيء سيكون بخير. يوضح لهم أن تدمير الوحوش في المواقع المحددة مجرد مضيعة تافهة لوقت كيان مطلق مثله. بدلا من ذلك يجب التحرك بحرية لتدمير البوابة الرئيسية. فالكارثة تدعى ليلة الأقمار السبعة لظهور 7 بوابات مميزة بين مئات البوابات الأخرى لتدمير العالم. البوابة الرئيسية التي تثبت بوابات الكارثة المحيطة بها تختفي فجأة مع العشرات غيرها، ومن العدم يسرب لي عبر أكسيموس معلومات حيوية عن 6 بوابات مربى. في مشهد سابق يعترف أكسيموس لتشانغسوسو بعزه التام، بينما موقعها يرى تشانغسو أن هذا محبط ولكنه يظل مفيدا. السر الوحيد الذي أخفاه أكسيموس هو الموقع الدقيق لتلك البوابة الحمراء، والسبب حجر الروح الغامض. بينما يرتجف العالم يفكر لين في شيء سخيف، تحقيق حلم حين بأن يصبح فسيما يشارك تشانغسو الأمل، لكنه يتساس بصدمة. هل النبوءة بهذه البساطة حقا؟ يرجح بيك وجود معان خفية أعمق، ويضيف وونغ أن الأمر غامض جدا لدرجة يصعب على العقول استيعابها. كليم بلمبلته المعتادة يتساءل ببساطة، هل يحل لحكيم عظيم يحاول إنقاذ البشرية أن يترك نبوءة مبهمة هكذا؟ استنتج انه لا داعي لتعقيد الامور. وبعد قليل من الاقناع حصلت الفرقه السابعه على تصريح للتحرك والعمل باستقلاليه تامه. اقرأوا جيدا. بعد 3 ايام في ساحه تدريب البيت الابيض يطلب ليم من فإن التركيز على مسار المانا داخل جسده. يعترف فإن بجهله التام يقرر المحاوله مجددا ويأمره بأن يركز بكل حواسه. يتأمل ليم سجلات امبراطور السيف ويدرك تماما ان فن قبضة القوة الماسية يركز على القوة الخارجية المدمرة، وان تقنية التنفس الخاصة بها بسيطة للغاية. إنها مثالية لتعزيز القوى البدنية والتطور الأساسي الخالص. ويعتقد ليم إنها ستفيد، فإن أيضا يسأل وونغ عما إذا كان قد استوعب الأمر، لكن الأخير لا يزال يعاني. تتكرر المحاولات مرارا دون جدوى، وأخيرا يفقد هذا الكائن الهدف صبره ويصرخ غاضب إنها المحاولة الثلاثون. ثم يخبر وونغ بصراحة بأنه يتعلم ببطء أسوأ من جارد. يصر وونغ على انه يتحسن وسيتدرب بمفرده. يغادر ليم المكان بهدوء متحجب بان لديه امر اخر باغي الاهميه ليفعله. بينما يبتعد ليم يلاحظ ان اللون النفسي فقط هو ما تبقى في اوز ازح. الكارثة المحقة أصبحت على الأبواب. كيرا ليلي تأكل بشرها ويسألها عن الطعم، أكد إنه لذيذ. كان ليم قد اشترى 3 علب من الدجاج، لكنها اتهمتها بالكامل في لحظات. يخبرها أن وقت الاستعداد قد حان، يجب عليها الآن ردها من الوجبة. بالصدمة بالغة تدرك ليلي الفخ سبب شراء لذلك الدجاج اللذيذ. يدرك ليم جيدا أن البواهب الحمراء تخفي أهوالا مرعبة يحم تغلي نيران حارقة وهالات طاقة مدمرة ضرورية لمواجهة الزعيم هناك. إنهم يحتاجون إلى ناب التنين الجليد، لكن للأسف إنه محفوظ مقر نقابة الكلب الأسود وهو مكان عمل ليم السابق. تذكر جيدا كيف استغله للعمل في ظروف قاسية هناك خلال حياته السابقة عندما كان في ال20 في وظيفة بلا إجازات إلا في حالات المرض أو الإصابة. لو إنه تلقى علاقة تأهيلية مناسبا حينها لربما تغير مسار حياته بالكامل اليوم. أما الآن وبفضل طاقة السيف المرعبة التي تعديله باستخدام تقنية بيتشون، يحتاج ليم لمعلومات دقيقة عن تصميم المبنى وكاميرات المراقبة والعناصر الأساسية ليحدد فورا غرفة التحكم الأمني كأفضل مخرج محتمل لخطته. في الداخل يتذمر أحد الحراس متمتمة بأنه كان عليه سرقة متجر بآلة أو مركز تجاري بدلا من هذا. حارس آخر أشجر يعترف بترك الباب مفتوحة ويخطط للركض بأقصى سرعة نحو الملجأ عند وقوع الكارثة. يهدأ الجميع وتصيبهم الحيرة عندما تنقطع إشارة كاميرات المراقبة في لحظة. ظنوا أنها مجرد عدسة مكس مكسورة، لكن صدمة شلتهم حين أدركوا أن الكاميرا كانت موجهة نحو بابهم مباشرة، لكن الأوان كان قد فات. يقتحم الكيان الغامض الغرفة ويسقطهم أرضا. يفعل ليم جهاز الإنذار، فتدرك النقاب فورا أن الشخص النام ما قد اخترق مكتب الممثل الرئيسي. كأنه ليم يبلغ أحد الأبطال عن اقتحام 4 دخلاء مسلحين، زعم أنهم ليسوا من الخارقين.
كي أمر ليم الموظفين بالتجمع في مكتب الممثل. عند وصولهم يجدون الغرفة تماما، وفي حيرتهم يدركون فجأة أن غرفة التحكم مغلقة. كي يعلن ليم أن الدخلاء محتجزون في مكان آخر تماما. يحطم هو وليلي بابا ضخمة. تقف ليلي مذهولة، كل شيء يلمع، تسأل بذهول عما إذا كان كله ماله، ثم تتساءل هل يمكنها شراء الدجاج مجددا. لم لا يفهم هوسها الغريب، لكنه يخبرها أن التمثال ثقيل جدا، وبدلا من ذلك يعرض عليها مستودع الأسلحة السري حيث تحفظ عناصر من عوالم أخرى. وهو نابت نين الجليد محفوظ بعناية فائقة، وبينما يستعدان للمغادرة تشير ليلي إلى رغبتها في رؤية ما يختبئ خلف جدار معين. رأيت شعرت بوجود منى هائلة يطلب منها ليم التراجع إلى الخلف. يفعل ساعتها ويحطم الجدار بضربة واحدة. في الداخل يجد شيئا قيما للغاية ويمدح ليلي، وكمكافأة لها أعطيها 3 كرات من الجبن النيء. يخطط ليم لاستهلاك حجر روح التالي بنفس فيز، بينما يترك ليلي تتهم هذا الحجر الحالي بكل سعادة. لكن ليم يشعر بخيبة أمل من النتائج. لم يحدث فرق يذكر نتم خالبه فقط، ومع ذلك اعتبره كافيا للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة. يقرر أن وقت العودة للمنزل قد حان، وفي اليوم التالي مباشرة يختفي أوز قزح تماما. قال ليلي الوحيد كان كرات الجبن. في اليوم التالي بالملجأ الثالث يبدو ليم هادئا بشكل مرعب، بل يضحك بابتسامة باهتة، هذا ما يجعله مخيفا. تفاجأ فريقا من هدوء المخيف هذا، خاصة وأن واحدة من أسوأ البوابات الكارثية على وشك الانفتاح تماما. يقترب عضو من فريق سائلا فضول إن كان حدث شيء مفرح. يجيب ليم بأنه تلقى أخيرا مكافأة نهاية الخدمة من شركة قديمة، وبينما يتحدث ببرود تبدأ هالة مرعبة في الظهور بالقرب منهم. ينتقل المشهد المروع للملجأ الرابع، حيث يتضح أن مصدر تلك الهالة المدمرة هو كيمتين، القائد الغاضب لنقابة الكيب الأسود. يتجمع أعضاء حوله وكلهم قلقون بشدة من سلوك الغريب. أحدهم يذكر شيء عن سرقة مستودع نقابتهم بالأمس ولا يعلمون الفاعل. لكن أنت وأنا سنرى الآن شيء أعظم. في الملجأ الثالث ليم يتحدث هاتفيا مع إي بي كي التي تعتذر بشدة عن التأخير. ليم يشكرها على عملها بعد فترة وجيزة تنهي طرقية ضرعة بالكامل. هكذا تكتمل استعدادات المعدات لهذا الكيان الاستثنائي. كليم يتفقد فريق الدعم بهدوء شديد عبر سماعة إذنه. تشون إلنام يؤكد سماعه ويتبع إلنام موضحا أن الصوت يصل بوضوح تام. ليم يلتفت ببرود نحو ليلي وونغ ويسألهما إن كنا مستعدين لما هو قادم. ليلي تتذمر من اندراعها ضيق جدا، وونغ يوافقها الرأي معتبرا بدالته الجديدة محرجة حقا. لم يوضح ان بدلاتهم مصممه خصيص بدل الليلي للدفاع وبدل وونغ للمرونه بمواد خفيفه جدا. بينما يتحدثون يلاحظ ليم وقفه وونغ الغريبه ويساله بجديه عما اذا كان يخطط للقتال هكذا. وونغ يرد بهدوء تام: اذا اصبحت وقفت مشكله فسيستخدم قدره التحجر لاصلاحها فورا. بيك تقترب لتبلغ ان الاشخاص الذين ذكرهم ليم قبل ايام قد وصلوا اخيرا الى الملجا. ليم يشكرها ويرفض بلطف مقابلتهم قائل ان هذا يكفي تماما لرد جميلهم. لقد طلب توفير الحماية لكل من حين حضروا حفل تقاعده، وكذلك لأصدقاء أعزاء فقدهم في كارثة من حياة سابقة. هذه المرة هذا الرجل مصمم بقوة على عدم السماح بحدوث ذلك مجددا. فجأة شخصه يصرخ بأن الكارثة قد تقع في أي وقت وأنه سيوقفها بنفس. ليم يتفاجأ ويسأل بيك عما إذا كانت تستطيع النوم عندما يتصرف شانغ سو في هذه الطريقة المزعجة. بيك تعترف بأنها لم تنم، وشيلي تقول إنها تشعر أحيانا وكأنها تتربي طفلان صغيرة. كليم يمسح المنطقة بعينيه حيث تجمعت الدبابات، المركبات العسكرية، الأسلحة، الجنود والصيادون بكثافة. يشعر بالثقة أن هذه القوة تكفي لردع الكارثة. من مسافة بعيدة تقترب خطوات تالية ضخمة مما يجعل الصيادين يتوترون استعداد. مع اقتراب الصوت يدركون أن حليف لم يبتسم بهدوء حين يصل روبوت يونغ شين الضخم. كليلي تقترب من الروبوت وتسأل إن كان يونغ جين يراها. يؤكد لها ذلك ويعلن بفخر أنه يجلس داخل الروبوت نفسه. كليم يتفاجأ حقا ويسأله إن كان قد عد الروبوت يدوية. كليلي تحاول التسلق للداخل أيضا، لكن لا يمنعها فورا ويسأل يونغ شين بجدية عما إذا كان يملك إذن والدته لاستخدام الروبوت كبدلة قتالية. يونغ شين يتجاهل السؤال ويحمر خجلا وهو يعد ليلي بحبحتها. لم يبخ بصرامة قائلا: هذا ليس الوقت المناسب للرومانسية أبدا. بيك تنظر للسماء تلاحظ شيئا غريبا جدا وتلفت انتباه ليم فورا. كليم ينظر للأعلى ويرى أن أضواء أوز الزح في السماء قد تلام ينذر بشيء مرعب. يأمر يونغ شين فورا بالعودة إلى غرفة القيادة. فجأة تفتح بوابات لا حصر لها بالساس متقاسية مرعبا من الوحوش. الجنود والصيادون يتخذون مواقف دفاعية ويبدون محززين بوضوح من العد الهائل جدا للأعداء. ليم يسمع ذعرهم بوضوح لكنه يبقى هادئا ومستقرا كالجليد. يعلم تماما انها الموجة الاولى فقط، فيذكر الجميع بانهم واجهوا هذه الوحوش سابقا ويحثهم على التركيز. بتشجيع منه يستعد الجنود للاشتباك بحماس. وليم يشعر بثقة كافية لترك دفاع الملجأ بين أيديهم. يندلع إطلاق النار بقوة بينما يبدأ الجنود بمهاجمة الوحوش. الصيادون يتولون أمر أي وحش يقترب كثير. المعركة تستمر بلا هوادة ويبدو أن عدد الوحوش المرعب لا يتناقص أبدا. تشانغ سو ينضم للقتال بشراس، معبرة بسعادة غامرة عن مدى اشتيائه لساحات المعركة. يعلن أنه سيدمر كل شيء تماما بما في ذلك بوابة النواة الزرقاء الداكنة. بوابات النواة الرئيسية سيتم تقسيمها بعناية بين فريق المستيقظين الأول وفريق الصيادين المحترفين بناء على قرار قادة النقابات والرئيس.
لم يخطط للتصرف منفردة ودخول بوابة النواء الحمراء بشغل خاصة تماما. يلتفت نحو يونغشين الذي لا يزال يرفض العودة إلى غرفة القيادة ويخبره بصرامة أن يراقب جيدا كيف تبدو ساحة المعركة الحقيقية. صدقوني هذا الرجل وحش في هيئة بشر. رغم انزعاجه يسمح له لين بالتبعية وتقديم الدعم المطلوب. لم يأمر فريقه بالتحرك فورا إلى مواقعهم المحددة بينما تبدأ عمليته الفردية المرعبة. يصعد هو وونغ وليلي إلى مركب مدرعة بينما يتبعهم يونغ شين داخل الروبوت. استراتيجية ليم هي التظاهر بالتحرك عشوائيا تماما قبل الوصول أخيرا إلى البوابة الحمراء. في الطريق يبلغ أوه تشون إلنام إن الوحوش تقترب من كل الاتجاهات الممكنة. ليم يأمرها بتجاهلهم ومواصل القيادة دون أي توقف. داخل المركبة يقوم ليم بتجميع رمح رغم اعتياده على الأسلحة العسكرية إلا أن عقدين فقوة الخارجين يمنحنه مهارة مرعبة. عندما تقترب المركبة من قطيع مستذئبين يحذر إيل ليم الذي يأمر بمواصلة التحرك ببساطة. يتسلق سقف المركبة ويستخدم الرمح بمهارة لا تصدق لإبادة الوحوش المهاجمة. يأمر السائق بالانعطاف عند التقاطع القادم ويحذر من الجثث الملقاة على الطريق ثم يلتفت ليم ويسأل ليلي عما إذا كانت مستعدة تماما. كانت تشحن كرة نارية وتؤكد استعدادها. ليمي يشير بهدوء نحو وحوش بعيدة ويأمرها بإطلاق الهجوم فورا. ليلي تطلق الكرة النارية قائلة إنها تريد الإنهاء بسرعة لتتمكن من الأكل في بوفيه الدجاج. هجومها يحرق الوحوش تماما لكن يونغ شين يؤلق من القيادة عبر النيران. ليمي يصر على مواصلة التحرك. ليلي ترفع يديها وتشكئ النيران ببراعة لا تسمح للمركبة والروبوت بالمرور بسهولة. قوة هذا الفريق تتجاوز التوقعات حقا. استمرت بالصراخ حول الطعام ويونغ شين يراقبها بذهول. لكن انظروا إلى ليم ذلك الكيان المرعب يبتسم بهدوء ويأمر الجميع بالتحرك بأقصى سرعة. استمر في إعطاء التوجيهات بدقة مرعبة. أمرهم بالانعطاف يمينا عند المستشفى ثم الانعطاف مجددا بعد قطعين. حسب المسافة إنهم يقتربون من البوابة الأساسية الحمراء التي ظهرت أخيرا. اللي النام يبتسم ويتساءل في نفسه هل كان هذا الكائن هو ما قصته نبوءة الحكيم العظيم. بمجرد اقترابهم من البوابة أمر فريقه بالاستعداد التام للدخول وفجأة سقط مخلوق غامض من البوابة. بدأ ككتلة هلمية ثم تحول إلى ديناصور تيركس عملاق. جين أبلغت أنهم على بعد كيلومتر واحد فقط وتسألت بخوف إن كان عليهم إبطاء. لكن لين بلا ذرة تردد رفض إبطاء خوفا من ظهور وحوش إضافية. أمر إلنام بالحفاظ على السرعة وجه وونغ للاشتباك مع التيركس. وونغ قفز من المركبة بلا خوف ليواجه هذا الوحش الكاسر. وحين طبقت الفكوك الضخمة عليه فعل قدرة تصلب خاصته توهج جسده بالذهب وأقبر فم الوحش على بقاء مفتوحا. كلايم أدرك فورا أن هذه الهالة الذهبية هي مانا كرات القوة الماسية. كوونغ المليء بالفخر بالتطور استمر في كبح الوه بنجاح لكن لم تدخل وأمر يونغ بتحرك مذكرا نيابة وعد الحزم بحماية الليل من الخطر. انطلق يونغ شين نحو الوحش اللي تريكس لاحظه فبصق وجهه وحاول العض مجددا لكن يونغ ناور بالرجل الآلي بمهارة لا تصدق. امسك بديل التي ريكس الضخم رفع عاليا في الهواء وسحق بالأرض بقوة مدمرة. الفريق بأكمله وقف مذهولا وعاجزا عن الكلام أمام سيطرة يونغ شين المطلقة. همسات الغيرة بدأت تتعالى. الجميع الآن يطمع في قيادة ذلك الآلي. هجوم يونغ شل حركه الوحش تماما. هنا استغل ليم ذلك الكيان اللي استثنى الفرصة ليوجه الضربة قاضية الساحقة. بعدها اقترب ببرود من الجثة الضخم متوقعا من حجمها الهائل وجود شيء ثمين مخبأ بداخلها. قام بتشريح الوحش بسرعة مخيفة واستخرج جسما متوهجا كاللؤلؤ يدعى نادان وهو عنصر نادر ومغذي للغاية. حمله بين يديه أأمله بإعجاب حتى صرخ وونغ فجأة مشيرا برعب إلى موجة جديدة من الوحوش تتدفق من البوابة. لكن المستحيل حدث. ليم ابتسم بحماس كطفل في حجر حلوى وحث فريق على التقدم نحو البوابة الحمراء. تدمير هذه البوابة يتطلب شيئا انتحاريا. هزيمة عملاق النار النائم داخل البركان المستعر. بعد إبادة الوحوش الجديدة ودخول البوابة أوقف ليم الفريق ليتمكن سيسي من مساعدتهم في ارتداء الدروع خاصة تتحمل تلك الحرارة الشديدة. بمجرد ارتدائها شعر الجميع بتحسن. ليم شد بضته باسم قائلة إن بدلات القتال هذه تبدو رائعة ومذهلة بشكل غير متوقع. قام بإطال كتفه وأخبر سي أن هذه الدروع ليست فقط عملية ومريحة بل مظهرها الخارجي مبهر جدا. إنه يثق تماما أن هذا الدرع سيسهل مواجهتهم القادمة. سينا عبرت عن دهشتها من جودة الدروع وكشفت إن يونغ شين شارك بتصميمها لتمدحه كحل لا أقدر بثمن في هذه الفوضى. ليم أدرى أن سرقة نقابة الكلب الأسود وطلب هذه الدروع مبكرا كان قرارا عبقريا يؤتي ثمارا الآن. يونغ شين اقترب بهدوء من ليلي وطلب منها الضغط على زر في ذراع الآلي لتخرج منه مسلسلات باردة فاشكرته بسعادة. احمر وجه يونغ خجلا وقلل من شأن الأمر محاولا إخفاء توتره من الاقتراب منها بينما أمر ليم الفريق بالسابق الاستعداد للمغادرة فورا. وبعد فترة وجيزة اصطدموا فجأة بقطيع متوحش من ذئاب النار وقفز لخط مواجهة دون انتظار الأوامر. أمر فاجأ ليما قليلا لكنه كعادته لم يكترث للأمر إطلاقا. راقبوا معي ما سيفعل هذا الخطأ البشري. تسلك ليم المركبة المدرعة وسحب مسدسه ببرود قائلا إنه مضى وقت طويل منذ أن استعرض مهارته بالرماية.
مع اقتراب الوحوش استعد وانغ للقتال، لكن الحرارة سحقته، وهنا ادخل ليم أطلق رصاصات نيتروزين السائل ليمسح الوحوش ويجمدها بلمح البصر. من أذن وانغ بسهولة تامة. شعر بارتياح بالإحضار هذا السلاح المذهل، ممتنا نقاب البيت الأبيض التي جهزته مسبقا من أجله. وبمجرد أن انتهى ليم من تجميد الوحش بالكامل، أمر يونغ شين بالقضاء عليها فورا. استجاب يونغ في لمح البصر وطار ليحطم تلك المخلوقات المجمدة بضربة ساحقة واحدة. راقب لايم المشهد بإعجاب صامت، مدركا كيف أصبح عمله أكثر سهولة وراحة الآن. ثم أخبر فريقه بالحفاظ على هذا الزخم المرعب لتجاوز الريحش اللاهب الذي ينتظره أماما بسرعة. لاحقا تنهدت ليلي ملل شديد مما لفت انتباه لايم إليها. وعندما سألها عن المشكلة تذمرت من أن قدرة النار خاصتها بلا أي فائدة في هذه البيئة. رد لين ببرود بأن هذا أمر بديهي وطلب منها أن ترتاح. هذا الاقتراح أحبط ليلي لتتساءل بصوت عال عما إذا كانت أصبحت عبئا بلا فائدة. كليم بانزعاج واضح أدار ظهره وأخبر بعد هذه الراحة سيكون هناك قتال عنيف بانتظارها. ثم سألها بسخرية إن كانت تفضل ذلك على أخذ قسط من الراحة. ارتجفت ليلي بخوف واعترف بأن القتال يبدو أقل متعة، ثم خفضت رأس بابتسامة ناعمة خفيفة. أخيرا وصل الفريق لباحرة من الحمحم البركانية لين بغريزته المرعبة أمر الجميع بالتوقف فورا، مستشعرا خضم أمنية يكمن هنا رغم عدم وجود أي وحش الظاهر. بهدوء المعتاد طلب من الفريق الطبي إحضار جثة أحد الوحوش. أحضرت شون إلنام جثة صغيرة على صينية فرماها لين مباشرة في البحيرة، وفجأة قفز وحش حمام بجانيتي عملاق ليبتلع الجثة بأكملها في ثانية واحدة. الجميع صعقوا من الرعب باستثناء ليم. تنهد هذا الإيان الغامض وقال إن الاندفاع المتهور كان سيؤدي لكارثة محققة. تراجع الوحش واختفل في الحمم البركانية، وهنا أدرك ليم إنهم بحاجة لاستدراجه. راقبوا ما سيفعله الآن. طلب من إلنام إحضار صنارة صيد الضخمة حتى لو للاستخدام مرة واحدة. إلنام مصدومة سألته إن كان ليم جادا في محاولة صيد الثعبان اللي هو بالمرعب. ليم أقر بالخطأ لكنه أصر بثقة غير منطقية. غادرت إلنام للبحث في المعدات. في هذه الأثناء أمر ليم وونغ ويونغ شين بيلعب حجر ورقة مقص كأنها مزحة. تبادلا النظرات الحيرة التامة لكنهما أطاعا أوامر هذا الكيان الغامض. وبعد لحظة واحدة فقط ألقى يونغ شين بونغ بقوة عبر بحيرة الحمم. ظهر ثعبان اللهب المرعب فورا وابتلعوه. أمر لم يونغ شين بالسحب بكل قوة الروبوت الخالصة. تبدأ معركة شد حبل تحبس الأنفاس تماما. داخل فم الثعبان تذكر وونغ تعليمات الليمة بدأ أوغام بتفعيل جهاز مخفي لخترق فك الوحش بقوة. انصدمت الثعبان وأصبح مكشوفا تماما لأم يونغ شين بسحبه بعنف من داخل الحمل. بسقط الثعبان وونغ ثم انهار على الأرض. اندفع ليم نحوه بسرعة مذهلة وسأله بهدوء إن كان وونغ بخير. أكد وونغ ذلك، ولكن قبل أن يلتقطوا أنفاسهم اهتزت الأرض بعنف. التفت ليم وونغ جريزيا نحو البركان حيث ظهرت يد عملاقة مربى تقبض على حافة الفوهة مستخدما إياها كدعم. بدأ عملاق النار في النهوض. راقبه ليم بهدوء وهو ينزل من البركان متسائلا إن كان نشاطهم السابق هو ما يقضى. أدرك إن هذا يغير كل شيء فحاول تركيزه المرعب عائدا على ثعبان اللهب المتعافي. مع اقتراب ليم لوح ثعبان اللهب ذيل نحوه، لكن تفادى الهجوم ببراعة قفزا في الهواء. حركته المذهلة شتت انتباه الثعبان طويلا بما يكفي لتمكن وونغ من الإمساك بذيله. وبينما يستعد الوحش للهجوم مجددا هاجم ليم وجهه بقوة ملكي ساحقة مناديا يونغ شين لتطويقه فورا من الجهة اليسرى. قام يونغ شين بسلاح الحفر وقفز مباشرة للعمل، لكن ليم لاحظ سريعا أن غير فعالة بسبب حراش في الوحش السمكة. فجأة رفع ثعبان اللهب رأسه ونفذ السمك قاتلا. نجا ليم بصعوبة بالغة، لكن ذراع يونغ شين آلية أصيبت وبدأت تذوب تماما. حد ليم فيه ملاحظا بوضوح افتقار الخبرة أمام وحوش بهذا الحجم المرعب. يونغ شين مستشعرا قلق ليم طمأنه بأن الروبوت يمتلك خاصية الاستعادة. قال ليم إنه يعلم ذلك لكنه أمر يونغ شين بالتراجع حاليا، كما أمر وونغ بالابتعاد والخضوع للفحص الطبي الفوري. بينما يجذب ليم انتباه الوحش حمل يونغ شين وونغ لبر الأمان. سئل ليم إن كان يستطيع التعامل بمفرده. أكد ليم بالثقة أن ثعبان هبل لم يحاصره بعد. رغم قلقها الشديد قالت إيل نامز ستراقب المنطقة المحيطة بالكاميرات لضمان عدم مواجهته لأي تهديدات أخرى مفاجئة. بينما يتفادى ليم المزيد من الهجمات أضافت إيل نام أن تركيزهم يجب أن ينصب بمكان آخر. وافق ليم مدركا أن عملاق النار هو الخطر الحقيقي. أبلغت إيل نام أن طول العملاق النار يبلغ 40 مترا تقريبا ويتحرك بسرعة تفوق التوقعات، واشتبهت أن حجم الهائل يسهل تقدمه السريع. العملاق الآن في منتصف البركان وحضوره المرعب يجعل حجمه الهائل يبدو أكثر رعبا وتويعا للمراقبين. تذكر ليم أنه في حياته السابقة كان المستيقظون الأوائل هم من تولوا أمر هذه البوابة بالذات. الآن أدرك أن المسؤولية تقع على عاتق واحدة. أطبق فكي متسائلا بهدوء عما يجب فعله تاليا. خطة ليم الأصلية كانت بسيطة للغاية. أولا سيهزم ثعبان اللهب المرعب عند بحيرة الحمة، ثم بينما لا يزال عملاق النار نائما داخل البركان سيقترب منه بهدوء ويطعنه باستخدام ناب تنين الجليد الأسطوري. أخيرا بمجرد أن يضعف الوحش تماما من طاقة الناب الباردة سيوجه له الضربة القاضية. أعتقد ليم أنها خطة مثالية، لكن الآن تلك الخطة المثالية دمرت بالكامل أمام عينيه. تنهد ليم ببرود شديد وأمر جميع أعضاء الفريق السابع عبر سماعة الأذن بالتراجع فورا إلى الخلف وانتظار إشارته بصمت.
سأل وونغ كيف يمكنهم التراجع بدون قائد فريقهم. نظرت ليلي للقى أيضا نحح وونغ وهو يتحدث. رد ليمي متسائلا عما إذا كان وونغ لم يسمع بالمثل القائل عندما تعارك الحيتان. يعاني الجمبري دائما. أوضح أن بقائهم هنا سيجعلهم مجرد جمبري ضعيف. مطلقا هالته المرأة بابتسامة خفيفة. أخبر وينغ أن يجب عليهم أولا جعل الحيتان تتقاتل حتى يضعف كلاهم، وهنا يجب أن تنتبهوا جيدا. قفز ليم مباشرة نحو ثعبان اللهب. هبط على جسد الوحش واستخدم خطوة السماوي ليطلق نفسه عبر ظهره ويقترب مباشرة من وجهه. رفع الثعبان المعب رأسه عاليا، ومع فتح فم الواسع ونفذ سمة القاتل نحوه مباشرة. أرجح رمحه قاطعا كلا من السم ولسان المخلوق بحركة واحدة بسيطة لكنها مرعبة. تلو الثعبان من الألم متدحرجا على الأرض. يبدأ لين بالركض نحو عملاق النار مستفزا الثعبان ليتبعوه، وبغضب شديد بدأ الثعبان في مطاردته بجنون. أثناء ركضه استخدم سماعة الأذن ليسأل إن كان الجميع قد وصلوا لمنطقة آمنة. فجأة صرخت ليلي بأنها ترفض التراجع. بدأ ليم يتحرك بتوتر. ترجى الآخرين ألا يسمحوا لليلي بالقدوم في طريقه وأغلق السماعة آملا ألا تتسبب في المزيد من المشاكل الكارثية. سرعان ما وصل هذا الكيان المرعب ليم أمام عملاق النار. رغم بدلة المقاومة للنار كانت حرارة جسد المخلوق خانقة. لحق به ثعبان اللهب الغاضب ولوح بذيل نحوه بقوة مدمرة. اكتفى ليم الضربة في الوقت المناسب، وبينما تجاوز الثعبان موقعه انتبه عملاق النار لوجوده. فوجه لك ساحق آلة الثعبان أفقد توازنه. وهنا راقب لين بترقب مذهل كيف انقلب الأوحشان أخيرا على بعضهما البعض تماما كما خطط هذا الكيان الماكر. دعونا نشاهد هذا الجنون. الوحوش تقيم بعضها بانتظار من سيبادر بالهجوم. عملاق النار يضرب لكن أفعى اللهبت تتفادى الضربة. الأفعى تبصق سمها القاتل على وجه عملاق النار. يرفع ذراعه للصد لكن السم المرعب يبدأ بتآكل حمد فورا. مختبئا خلف صخرة يراقب ليم المعركة ويظن أن الوحوش تبلي حسنة في تدمير بعضها. يخرج الصندوق الذي يحوي ناب 2 الجليد ويتفحصه. إنه يعلم جيدا أن الناب سيكون مميتا فقط إذا اخترق قلب عملاق النار مباشرة. مخططا لانتظار ثغرة يرتدي قفازات قتالية لشحم يديه من هذه الحرارة الحارقة. يعود انتباهه للقتال العنيف. أفعل بتتفل أنح ذراع ضلع عملاق النار ثم تعتصر رقبته بسرعة مرعبة لخنقه تماما. يدرك الليم إن هذه فرصة يمسك الناب ويفعل مهارة التخفي ويبدأ بالتسلل مقتربا بحذر شديد. بينما يقترب ليم يلتفت عملاق النار الذي لا يزال يقاوم فجأة ويحدق بغضب في أفعى اللهب. ثم تبدأ النيران باتهام أفعى المسكينة من ذيلها وحتى رأسها. بينما تصرخ الأفعى بألم يلكمها عملاق النار في حلقها ويبدأ تمزيقها بوحشية مطلقة. يراقب لين بقلق لكنه لا يزال ينوي الهجوم بينما يشتت النصر انتباه عملاق النار الضخم. يستخدم خطوط الدمر السماوي سلك للتحرك، لكن قبل أن يتصرف يظهر العملاق فجأة خلفه. لقد لاحظ وجود ليم وهجمه فورا. يحاول ليم تفعيل درعه لكن الأوان فات. يضرب العملاق قبضته بالأرض محاولا سحقه كالحشرة. بعد رفع يده يتفاجأ العملاق بعدم وجود شيء تحته، ثم يقاطع هذا الصمت صوت مألوف. يلتفت العملاق ليرى ليلي التي تخبر ليم انه كاد يموت لولاها. لا يزال ليم جالسا على الارض بذهول متسائلا عن سبب مجيئها المفاجئ. بتعبير مبتهج تقول ليلي انها جات لتدفع ثمن الطعام. يغضب عملاق النار لتجاهلهما له فيستشيط غضبا ويندفع نحوهما. تتقدم ليلي للامام قائله انها ستتولى امر عملاق النار بنفسها. بينما تفعل قدرتها النارية يحاول ليم إيقافها مسرعا ويخبرها أن تستخدم النار، لكن الأوان قد فات بالفعل. تطلق ليلي قاذف اللهب خاصتها وتندفع النيران نحو العملاق، لكن عملاق النار يبدأ امتصاص تلك النيران فورا. بعد امتصاص كمية كبيرة يتقشأ بصوت عال. تقف ليلي مذهولة من قدرته العجيبة على اتهام النار. يشرح ليم الشاحبة متوترة إن هذا بالضبط سبب منعها لهجمات النار. طعام عملاق النار باللهب يشبه تماما صب الزيت في محرك مشتعل. والأسوأ من ذلك إن ليم فقد سلاحه هنا بتنين الجليد خلال هجوم العملاق السابق عليه. بخيبة أمل يخبر ليم ليلي بضرورة التراجع وإعادة تنظيم، لكن ليلي المتحمسة تسأل إن كان بإمكانها فعل ما فعله الوحش للتو. وقبل أن يجيب ليم تبدأ ليلي بالاستشفاء. يلاحظ عملاق النار أن هناك أمر خطأ تماما. النيران التي يصدرها تسحب الآن نحو ليلي. يحاول المقاومة بإطلاق المزيد من اللهب لكن هذا يسرع فقط من معدل امتصاص ليلي لها. يراقب ليم مذهولة. فهذا المشهد يكسر كل قوانين المنطق. يدرك عملاق النار أخيرا أن ليلي استمتص كل نيرانه، وبذعر شديد يبدأ بالركض والهرب للنجاة. يصدم ليم لكنه يدرك ما يحدث. سيطرة ليلي المطلقة على النار تتجاوز حتى قدرة وحش الزعيم. سيطرتها بمستوى أعلى بكثير. بينما يهرب العملاق تمتص ليلي آخر نيرانه ترك وراها قشرة جافة فقط. يحدق ليم حائرا من هذه النتيجة المستحيلة في بقايا عملاق النار، عاجزة عن استيعاب هذا الانتصار العبثي. قوة مرعبة تتحدى المنطق، ومع تدمير البوابة الحمراء تدمر النقابات بوابات أخرى في جميع أنحاء المدينة. كنت هذه الكارثة المدمرة أسرع بكثير مما حدث في حياة لمس السابقة. بعد أسبوع يتطوع المواطنون وأعمال البناء لإعادة بناء الأجزاء المدمرة من المدينة. ينضم الفريق الشابع من نقابة البيت الأبيض للجهو. ساراك المسؤول عن البناء يحشد الجميع للسرعة لإنهاء كل شيء اليوم. وونج يساعد بحمل المواد الثقيلة، ويونغ شان يساعد بحل اللحام باستخدام روبوته. يأخذ بعض عمال البناء استراحة سريعة وينون على ساراك.
يسألون عما إذا كان الفريق السابع ينتمي حقا لنقابة البيت الأبيض، ويشيرون لأن أعضاء النقابات عادة لا يزعجون أنفسهم بالمساعدة هكذا. بعد الاستماع إليهم يشد ساراك قبضته ويرد بشغف إن هذا بالضبط ما يفعله الأعضاء فعله، ويقول إنه إذا كان هناك مكان يحتاج للمساعدة فيجب على الصيادين التقدم وتقديمها. تأثر عمال البناء بحماس ساراك فصبوا له مشروبا ودعوا الجميع للانضمام إلى استراحتهم وتناول الطعام. يقبل ليم الدعوة بكل سرور وينضم إليهم، ومع ذلك يبدأ أحد عمال البناء بالشعور بالريبة. يتساءل لماذا يعمل الجميع بجد هكذا، ويصبس من ساراك وليم الإشارة للشخص المسؤول عن هذا الجهد. متفاجئين بالسؤال يتردد ساراك وليم في الإجابة، لكن عامل البناء كان قد بدأ بالفعل بالنظر حوله. تستقر عيناه على ليم المستلقي على كرسي شاطئ بينما تجلس ليلي بجانبه وتناول الفشار بكل هدوء. يحاول ساراك التبرير ببطء ويقول إن ليم هو قائد فريقهم ولا يزال مصابا حتى الآن، لكن العامل لاحظ وجه ليم المشغول المرتاح وتساءل باستغراب عن أي نوع من الإصابات يترك صاحبه بهذا الانتعاش. هذا الكائن المرعب حاول التبرير قائلا انه رغم مظهره العادي كان من اقترح على نقابه البيت الابيض تقديم الدعم العام للجميع، تبرير بشري متقن جدا. العمال قدروا هذه الفكره حقا، لكنهم اعتقدوا ان شابا مثله يجب ان يعمل بيده ايضا. يا للجهل بمقدارته، واثناء تذميرهم ضرب وونغ طاوله فجاه مع ان اعجابه بالطعام. هذا الانفجار المفاجئ غير مسار الحديث تماما. وقف أحد العمال وأعلن أنه يجب عليهم القيام بواجبهم. وافقوا الباقون بلا تردد. دعا العامل وونغ وبقية أعضاء الفريق السابع للانضمام إليهم، مؤكدا أن مساعدة المستيقظين لا تزال مطلوبة جدا. بابتسامة هادئة أجاب وونغ بأنه قادم فورا لمساعدتهم. بناء على النبوءة الأخيرة للحكيم العظيم أكسيموس، صدق المواطنون أنه لن تظهر بوابات جديدة لمدة 31 يوما بعد الكارثة. أمل بشري صادق. بهذا الاطمئنان اتحد الناس بسرعة لإعادة بناء المدينة دون أي تردد. النقابات منشغلة بالتخلص من الجثث والأبحاث بعد أيام، وبينما يستريح ليم ويقرأ اقتربت بيك لتقطع خلوة هذا الكيان ذي القوة المدمرة. ابتسمت ببهجة وسألته إن كان ينوي حق الاستمرار في هذا الاسترخاء التام. رفع ليم بصره سائل بصوت مسموع عما إذا كان هذا النمط ممكنا، ذكرا إياه بأن حلمه هو الاسترخاء للأبد. التفتت ليلي نحوه وسألته ما إذا كان هذا الحلم مجرد حجة ليصبح مجرد كسول ثري بلا فائدة. رغم أن ليم وجد تعليقها مزعجا غير ببساطة تجاه له وتقدير لإنجازاتها المذهلة. بيكلت استمرت في تحديق لاحظت شيء مختلف وأشارت إلى تحسن بشرته فجأة. ابتسم ليم ولمس خده بفخر بعد أن سحق بالإملاق نواة لتفعيل تقنية تحويل جسدية لا يمكن للبشر حتى تخيلها. والآن هذا الوحش المخفي استمتع بمظهر وسيم وبشرة نقية أثناء تقاعده المزعوم. اتخذ هذا الكيان وضعية غريبة وأخبرها أنه خضع لجلسة تدليك الوجه مؤخرا، وضعت بيك يدها على فمها متخيلة مدى روعة وراحة هذا التدليك المزعوم. سأله فضول شديد عن شعوره ومكان هذا المركز السري. أوضح ليم سريعا أن صالون التدليك قد أغلق أبوابه مما يجعل زيارته مستحيلة. ظل بيك تلح عليه ومزحته بلا ينبغي أن يحتكر فوائد نواة عملاق النار لنفسه فقط. لايم يعلم جيدا أنه استخدم نصف مان النواة فقط وأنه يمكنه تفعيلها مرة أخرى، لكن هذا المخلوق المرعب اختار احتفاظ بتلك القوة الفائقة. لجانب المزيد من الأسئلة سألها إن كانت جاءت لمناقشة بشرته فقط. صحت بيك افتراضه وسلمته وثائق هامة تتعلق بإمدادات الجرعات السحرية. أوضحت أنه رغم زيادة إنتاجه لأنه لا يزال غير كاف، وقد طلبت عدة منظمات عقد شراكات. هذه الجرعة المصنوعة من إكسير الحياة يتم توزيعها حاليا وحصريا عبر نقابة البيت الأبيض. بفضل هذه الجرعة تم إنقاذ أرواح لا تحصى أشخاص كانوا على حافة الموت أو مصابين بعاهات دايمة تعافوا تماما. معدلات الوفيات انخفض بشكل مذهل إلى 10 ما كانت عليه السابق. أدرك ليم زيادة طلب وأشاد بعمل بيك مشجعا إياها على اتخاذ قرارات الشراكة بنفسها كليا. أخرجت بيك ورقة أخرى وسألته عن مصير جثة عملاق قاطعها ليم ببرود، معتبرة أن حل هذا الأمر تافه وسهل جدا. طلب 20 كيلوغرام من جلد العملاق، بعض العظام ودماء الاستخداف الشخصي، وترك لهم حرية التصرف في الباقي. ولرغبته الشديدة في العودة لراحته سأل ببساطة إن كان هناك شيء آخر. أعادت بيك الورقة لحقيبتها وأخبرته عن مراسم جنازة مشتركة ستقام اليوم، لكن هذا الكيان المذهل استلقى على كرسي ورفض الحضور بهدوء تام قائلا مثل هذه الأحداث تبدو خانقة جدا. صدمت بيك بشدة من ردة اللامبالي وسألته لماذا طلب إذن تفاصيل عائلات الذين سقطوا في المعركة. بتعبير جاد وصدم أجاب الليم بأنه أراد هذه المعلومات لأنه أعتقد أن الوقت قد حان لاستدعاء سانتا كلوز، رغم أننا في فصل الصيف. وقف الرئيس كيم ليخاطب الحشود المتجمعة في المراسم. أعلن أنه قبل 7 أيام واجهوا شذوذ البواب المعروف بالكارثة. في ذلك اليوم المشؤوم فقد 427 مواطن حياتهم بحشية. توقف قليلا ليستعيد رباط قؤشه قبل أن يكمل من بين الضحايا جنود ضباط شرطة وصيادون، أشخاص كانوا آباء أبناء أصدقاء مواطنين أبرياء. تقدم كيم نحو الزهور حيث تمثل كل باقة روحا مفقودة وتعهد بأنهم لن ينسوا تضحيات هؤلاء الأبطال. ارتفعت أصوات البكاء الخافتة من الحشود المنهارة. طفلة صغيرة شت ملابس والدتها الباكية تسألها براءة عن موعد عودة والدها.
ظلت الأم صامتة ومستمرة في البكاء. عانقت الطفلة وطلبت من التوقف محذرة من أن سانتا كلوز قد يرى حزن هذا. واصلت تشجيع والدها المنهارة على الابتسام. ثقل هذه اللحظة المأساوية سقط بالكامل على كايم. أغمض عينيه غير قادر على مواجهة المواطنين المفجوعين. وفجأة ظهر ظل غامض يحلق في السماء. كليم مرتدية زي سانتا يحلق فوق المراسم بعربة حمراء، وبجانب ليلي كائنات الثلج تنزل لك بجوارهم لترسم مشهدا سرياليا لكيان يكسر قوانين المنطق. أشار أحدهم للسماء ورفع الصياد صارهم غير متأكدين إن كان وحشة تذكر النبوءة، وبقوا في حالة تأهب يا لجهلهم بهوية هذا الكائن المطلق. الطفل الصغير العربة في السماء، وبحماس شديد أخبرت إن سانتا كلوز قد وصل أخيرا. بينما تحلق عربة تفعل ليلي درعها ليضيء السماء بنمط مبهر. نحن وأنتم ندرك الحقيقة، لكن كم ظنها كارثة، فاستعد لشان هجوم. قفز عاليا في الهواء صارخا بأنه يفعل هذا، قد اختار أسوأ وقت ممكن. لكن في منتصف الساحر الذي صنعته ليلي هبط ببطء مذهولة تماما. أشارت الطفلة مجددا راجية والدتها لتنظر. زادت ليلي مروعة المشهد مستخدمة مهارة درعها لصنع ألعاب نارية. ارتفعت المعنويات. ألقت الكائنات الثلجية فقاعات ليلعب بها الأطفال. واسأل أحد العمال كيم عن الأوامر. بابتسامة أخبره كيم أن يترك الأمر، لكن العامل كان قلقا بشأن كيفية الإبلاغ عن هذا. كيم لا يزال يحدق بالسماء. قرر الإبلاغ بأنه سانتا كلوز الحقيقي. لاحق هبط لايم بالعربة فوق سطح نقابات البيت الأبيض. بعد الهبوط قفزت ليلي لتلعب مع الكائنات الثلجية، قائلا توزيع الهدايا كان ممتعا جدا. تبع ليم بهدوء مقترحا طعام لذيذ، وعند اقترابهما من باب السطح سمع صوت بيك بوضوح. رحبت بهما وسألت عن رحلتهما. شكرها ليم مشيدا ببراعة صنع العربة والأزياء التي تم تجهيزها. استندت بيك للحائط متجاهلة المديح وسألته عن دافعها. أوضح ليم أن مجرد تعويض العائلات المكلومة بدا فارغة، إنها أيضا مهمة شاقة. بدأ يشرح أكثر، لكنه توقف مسترجع عن ذكريات قاسية من حياة سابقة. معظم الضحايا كانوا أرباب أسر، جنود، رجال شرطة وصيادين شجعان. يدرك ليم أن عائلاتهم تحتاج مساعدة واقعية، فالدعم الحكومي ضئيل وغير كاف على الإطلاق. خفض البصرة. اعترف لين باسم السبب الأخير بسيط جدا. لقد فعل ذلك لمجرد أنه قادر عليه، كأنه يمتلك قوة مطلقة، وحين لا يكون كسولا أو يشرب يريد مساعدة المحاجين. استمعت بيك وذراعها متقاطعتان. عندما أنهى ليم كلام تنهدت بيك والمستخدها بألق. سألها ليم إن كانت تخشى أن يصبح عاطفيا جدا، وبابتسامة حلمة اعترفت بيك بخوفها من الوقوع في حبه إذا استمر هكذا. مقرت بمشاعرها تجاه هذا الكيان. اتجازوها ليم ببرود قائلا انه يجب على الناس الفصل بين حياتهم العاطفيه وعملهم تماما. استشاطت بيك غضبا متمتمه متسائله عما اذا كان ليم بلا مشاعر. سمعها ليم وتنهد. اتجهت الثلاثه نحو مبنى النقابه. بالداخل الزين المعلقه والموسيقى تعزف. ركضت ليلي بحماس شديد قائله انها ستغني مع الالحان. توتر ليم متسائلا متى تعمت الغناء. لمحهم سياك وونغ فرحب بقائد فريقهم بحراره شديده. شكرهم ليم على جهودهم أثناء الكارثة وإعادة الإعمار. قاد يونيجين ليلة الطاولة تحوي طعامها المفضل المجهز مسبقا. امتدحته ليلي وصفها إياه بالأفضل، وبينما استدار يوني تشيشين ليجلس بجوارها احتل ليم المقعد ببرود. مبتسما سأل عن سبب وجود مقعين فقط. أضاف يونغ مرتبكة كرسية بجوار ليلي التي تأكل بحماس. مسح ليم الفتاة عن وجهها وطلب منها أن تأكل ببطء، وفقط فورا وعادت لتناول طعامها وهو يراقبها. أدرك ليم أن لا تذكر عائلتها أبدا. ناداها فبدت ليلي حائرة حين سألها كانت تشتاق إليهم. أشار إلى أنها لا تقول أبدا أنها تفتقد والدها أو تتساءل عن أحوالهم في غيابها. انطفأت ملامح ليلي وتركت البيتزا. سأل يونغ بانزعاج عما إذا كان ليم يوبخها بغسوة. أوضح ليم بهدوء تام أنه يحاول مناقشة في غاية الأهمية. التفت مجددا نحو ليلي وقال إنها غير مجبرة على الإجابة، لكنه يريد معرفة ما إذا كانت ترغب برؤية والديها مجددا. أجابت ليلي بصدق إنها ترغب في ذلك، وقبل أن تتمكن من التوضيح أكثر ربط ليمن على رأسها معلنة قرارا حاسما بالذهاب إلى غر غاية. بابتسامة لطيفة سألها إن كانت تود حزم شيء للرحلة. استعدوا معي فالمشهد هنا يتغير بالكامل. تركض ليلي خائفة عبر غابة مظلمة وكأن وحش يطاردها. قرأت ليلي من بزي القتال فرقت إليه تناديه، لكن ظل صامي بينما توصلته المساعدة. فجأة تغير مظهره المرعب وغاض قناع غبل وجهه. كتفت نحوها وسألها إن كانت تطلب مساعدته. استيقظت ليلي مفزوحة تصرخ. نهضت من السرير وتسلت لغرفة ليم. أيقظ صوت زحفها نحو السرير، وبين ما يحاول لم استيعاب الأمر تحدثت ليلي بنبرة مرعوبة جدا. اعترفت بأنها لا تريد العودة حقها، لكنها مضطرة. تفتقد والدتها كثيرا وقد قطعت وعدا لشخص يدعى ويندي. تتساءل بحزن عما إذا كان الجميع بخير بعد كل هذا الوقت. حد جليم في السقف وربط على ظهرها لمواساتها بينما استمرت في تكرار إنها يجب أن تعود رغم عدم رغبتها. بدأ ليلي تروي لليم ماضيها. أوضحت أنها انحدر من عائلة فقيرة جدا وأنها والدتها عانت من الجوع كثيرا. في الليل كانت والدتها تعانقها بقوة معتذرة باستمرار عن وضعهما البائس والمؤلم. لكن ليلي لم تمانع يوما لأن والدتها بجانبها. ذات يوم نادتها والدتها وطلبت منها الاستماع بشديد.
أخبرتها أنها استعمل كخادمة لعائلة ثرية، وإذا نفذت التعليمات فلن تضطر لمواجهة الجوع القاسي بعد الآن. عنق يائس من أمها ووعد كاد بلقاء قريب حين تحسين ظروفهم، وبعد فترة وجيزة وصلت عربة مجهولة لتأخذ ليلي بعيدا إلى المجهول. وسط غابة مظلمة راقبت ليلي وجوه الأطفال المرعوبين في الداخل، وفجأة التفتت الفتاة المجاورة لها وكست الصمت تعرف عن نفس اسم ويندي. بدون أن تنتظر أي رد أسندت ويندي رأسها على كتف ليلي شاكرة إياها على دفئها وسط هذا البرد. سألتها عن عمرها وكشفت إنها تكبرها بعام واحد، لكن سرعان ما توقفت العربة وصرخ رجال غرباء بوجو قاسية آمرين جميع الأطفال بالنزول. اصطفوا كل مشي وساروا عبر مكان موحش ومجهول. بالتأكيد لم يكن هذا قصر العائلة الثرية الذي وعدوهم به أبدا. ضربة صوت مفاجئة على الأرض مزقت ارتباكهم وفرض صمتا مميتا على الأطفال. الرجل ارتدي قناع قبل أمرهم بيبروا تم بصوص واتباعه، وسرعان ما تم إلقاء ليلي وويندي داخل زنزانة سجن ضخمة وقذرة. بمرور الوقت بدأ الأطفال في الاختفاء واحدا تلو الآخر. تتلاشى ذكريات ليلي هنا، لكنها تتذكر جيدا استيقاظها داخل غرفة غريبة ومخيفة. رجلان يقفان فوقها، يتم أحدهم بأن هي محاولتهم الثالث بالفعل، بينما أومأ الآخر مؤكدا كحمقى يلعبون بقوة لا يفهمونها، موضحين انهم استخدموا جوهر النار وشظايا دماء الشيطانيه، وان كل هذه العناصر قد اندمجت بنجاح وبشكل مرعب داخل جسد الليلي الضعيف. فقدوا اي علامات لرفض الجسد، لكنهم لم يجدوا شيئا. رغم ذلك حذر احدهم من ان الخطر لا يزال مرتفعا جدا. قبل ان يكمل حديثه لاحظوا رد فعل مفاجئ يظهر على ليلي. اعلنوا نجاحهم واحتفلوا بالتعميد المظلم الذي استقر في جسدها، وبينما كانت ليلي تتلوى من الالم ابتهج هؤلاء الوحوش بتحقيق هدفهم الملتوي. سأل أحدهم عن الآثار الجانبية، فجاء الآخر من مصرحا ببرود أن ليلي لم تعد إنسانة بل أصبحت مجرد وحش. منذ ذلك اليوم ظهرت دائرة سحرية ملعونة على معدة ليلي وجعلتها تشعر بجوع وحشي يتزايد باستمرار. في تلك الأوقات كانت ويندي تتنزل دائما عن حصتها من الطعام لصالح ليلي. رغم رفض ليلي هددت ويندي برمية طعام مجبرة إياها على الأكل وهي تعتذر بدموع، وكانت ويندي تواسيها دائما بابتسامة قائلة لا بأس. في أحد الأيام اقترحت ويندي الهروب، جذبت انتباه ليلي وكشفتت لها عن بالورقة الجديدة تشكل ببطء في كف يدها. ارتبكت ليلي، لكن ويندي اعترفت بجلهلها الكفيف فعل ذلك، وبينما كان تتحدث تحول لون شعرها من الأشقر إلى الأزرق الجليدي. لاحظت ليلي التغيير لكنها صمت، ثم اقترحت ويندي الهرب بعيدا لتوافق ليلي بابتسامة مليئة بالآمال. لكن القدر كان قاسيا، فقد تم اكتشاف محاولتهما قيد الحراس ليلي، بينما أمسك الرجل المقنع ويندي من عنقها ورفعها في الهواء. اعترب صدمته من إيقاظ ويندي لقوتها، مدعيا إنها لو أظهرت قدراتها في وقت مبكر لكانت قد تجنبت المزيد من المعاناة والعذاب. صرخت ليلي برجاء ليترك ويندي، وبدورها أطلت ويندي رحمحا جليديا نحو الرجل المقنع وهي تصرخ بأعلى صوتها متمنية موت. لكن درعا أخضر اللون تشكل حول جسده لصد كل هجمتها بسهولة تامة. نظر إلى ويندي وابتسم بغرور شديد قائلا إن إيقاظها لقوتها لا يكفي لإيقافها، ثم أعلن بكل ثقة أنها ستصبح مجرد دمية لخدمتي في المستقبل. صرت ويندي على أسنانها وأمسكت بذراعها بقوة، قسم على الموت هنا قبل أن تعود إلى ذلك السجن المظلم. أطلقت رياحا جليدية قاسية وأمرت ليلي بالركض. انزعج الرجل المقنع من تمرد ويندي، لكنها استمرت في توجيه عواصفها المتجمدة نحو الرجال الذين يقيدون ليلي. ونتيجة لذلك تجمد الحراس تماما، وافتكرت لحظة اللي استيقظت قوى ليلي الكامنة. تحول لون شعرها للأحمر القرمزي وانفجرت النيران من جسدها. لاحظ الرجل المؤنع ذلك فصرخ في البقية أمر رأيهم بالقبض عليها. صرخت ويندي مطالبة ليلي بالهروب، مؤكدة بالسد أن هذه هي فرصتها الوحيدة للنجاة. قطعت ليلي بينما وسعت ويندي قواها مشكلة إعصارا جليديا أعمى عيونهم لتغطية هروبها. اشترى هذا الإلهاء الوقت لليلي، لكن الرجال تمكنوا من تعقبها لاحقا. وبينما تركض قطعت ليلي عهدا بالعودة من أجل ويندي، ومع اقتراب مطارديها منها انشقت بوابة حمراء غامضة فجأة أمام عينيها. بلا أي خيار آخر اندفعت عبرها بسرعة. صرخ الرجال بحذرين إياها من الاقتراب، لكن البوابة بدأت تتلاشى في الهواء. لقت ليلي نظرة أخيرة ووعدت مجددا بالعودة لإنقاذ ويندي. وفي الحاضر وبعد سرد قصتها المؤلمة انهارت ليلي تماما من شدة الإرهاق. ركبها لين بصمت قاتل ويمتم بكلمات رجل مقنع بغضب مكبوت، ولأك الأوقات لا يدركون أنهم أيقظوا كارثة. في اليوم التالي زار لم تشانغسو وطلب منه ببرود إجازة لمدة شهر كامل. ضربت تشانغسو مكتبه بغضب ذكرى توقيت ليم الغريب، خاصة مع مدى انشغال نقابة البيت الأبيض في هذه الفترة الحرجة. ذكروا بالكوارث الأخيرة للنقابة ورفض طلبه بشدة، قائلا إن الحد الأقصى الذي يمكنه السماح به هو أسبوع واحد وليس قبل الشهر المقبل. وقف بيكن خلف يتسبب عرقا من توتر بنبرة جادة ومخيفة، أي ليم إن لديه سبب مقنعا وشيئا شخصيا يود طلب. وقبل أن يشرح قاطعت تشانغسو بوقاحة غير مهتم بالأعذار. حينها نادي ليمبك وسأله برد عن الأرباح الشهرية الدقيقة للنقابة.
تفاجأ بيك وتردد ليلاحظ أن الطلب على القرع مرتفع جدا لدرجة أن النقابة تعجز عن تلبية الإنتاج. ثم طرح سؤاله عما إذا كان ضروري حقا أن تكون نقابة البيت الأبيض هي المورد الوحيد هون. صدم تشانغ سو وتراجع بظهره على كرسيه، لم يكن واثقا أبدا إلى أين سيأخذ ليم هذا الحديث الخطير. أثار الليم مسألة غنائم بواب النوائن الحمراء، مذكرا إياه بأن جميع الفرق الأخرى مجتمعة لا يمكنها مجاراة إنجازات الفريق السابع إطلاقا. تساءل ليم عما إذا كان البقاء هنا يستحق العناء. شعر شانكسو أخيرا بالضغط الساحق لهذا الكيان المرعب، فخفض رأسه وسأله عما إذا كان يهدده. تنهد ليم وأسل ببرود شديد عن التكلفة المطلوبة لكسر عقده بالكامل. هذا حطم شانكسو أخيرا فوافق بغضب على الإجازة، لكنه أضاف بسخرية أنه يتمنى لو كان بإمكانه الذهاب أيضا. ابتسم ليم وشكره وبلطف ووعده بإحضار هدية تذكارية. سأله تشانكسو بحيرة عما يخطط ليم لفعله بشهر كامل من الراحة، فأجاب ليم بهدوء أنه يبحث عن أشخاص معينين. اقترح بك ترك البحث للنقابة، لكن ليم مصر على القيام بذلك بنفسه. في عقله صمم ليم على العثور على ويندي أو والد ديليلي مهما حدث. أما بالنسبة للرجل المقنع فقد تصاعد غضبه وبرز وريد ينبض بشدة في جهته. استعاد ليم هدوءه وذكر تشانكسو بأن لديه طلبا آخر. شبك تشانكسو يديه وسأله فضول عن ماهية هذا الطلب. تناقش الاثنان نوال، وبعد فترة نظر تشانكسو إلى ليم بعمق وتساءل عما إذا كان هذا هو ما يريد حقا. في ذلك المساء داخل مساكن نيابة البيت الأبيض استدعى ليم ليلي لتلقي نظرة على خريطة رسمها بنفسه. بثقة تامة وضع دائرة حول منطقة وقال إن تطب ذاكرة ليلي. صدمت ليلي مدركة أن منزلها ربما يكون هناك، لكن ترقب مفاجأة قطعهم. التفت ليم نحو الباب في حيرة. نادت ليلي بصوت مرتبك أيضا، وعندما فتح ليم الباب وجد يونغ شين ووالدته يقفان أمامه. سألت ودت يونغ عما إذا كان بإمكانهم الدخول. سمح لهم ليم بذلك، وبعد التحيات استعدت لتوضيح الأمر، لكنها توقفت فجأة تركت يونغ شين تتحدث. أخبر يونغ شين ليم إنه يريد الذهاب في إجازة مع ليلي. هنا أخذ ليم على حين غرض تماما. أدرك ليم أنه ربما تحدث أكثر من اللازم مما أدى لمعرفة يونغ بأمر هذه الرحلة. رغم تردده في الصحابة، عرف ليم أن وجود صانع مثل يونغ سيكون مفيد. فكر في المخاطر وأوضح لهم أنهم سيسافرون عبر مناطق خطيرة للغاية. شعر يونغ شين بالتوتر وبقى يفكر في طرق لحماية والدته. اقترح أخذ الروبوت لحمايتها، لكنه لم يجد أي طريقة مؤكدة للحفاظ على سلامتها. ضحكت والدة يونغ بلطف وأخبرته أنها لن تمنعه أبدا لمجرد أنها لا تستطيع الانضمام، لكنها ترجت ليم أن يعيد ابنها بأمان، وعده ليم بتنفيذ ذلك بثقة. ثم اقترب يونغ شين من ليلي وأخبرها بتعبير مشرق للغاية أن على الرغم من كونه أضعف منها بكثير فإنه سيبذل قصارى جهده للمساعدة. ابتسمت ليلي بدفء شديد وشكرته بصدقه. في منتصف الليل توجه ليم إلى المبنى الرئيسي لنقابة البيت الأبيض. حس دعونا نراقب هذا الكيان. بينما يركب المصعد خطرت بباله فكرة غير متوقعة تماما. لم يتخيل أبدا أن يأتي يوم الطرفي لزيارة هذا المكان الخطير بمفرده. توقف المصعد في الطابق السفلي الثاني عشر، وهي قاعة التدريب الشخصية المخصصة لتشانكس سو وحده. وما إن نزلت الأبواب لتفتح، اندفعت موجة من البخار لتكشف عن تشانكسو في خضم إحماء مكثف، والحرارة تشع بشكل مرئي من جثة المندفع. بمجرد ملاحظة وصول ليم توقف تشانكسو فورا واستدار نحوه متهمة إياه بالتأخر عن الموعد. في حيرة من أمره، أوضح ليم أنه وصل قبل 10 دقائق ليقابل باعتذار خجول من الآخر. اعترف تشانكسو بأنه كان متحمس جدا لدرجة أنه لم يستطع الانتظار وبدأ الإحماء بمفرده. ثم طرح تشانكس السبب الحقيقي لاستدعاء ليم إلى هنا، وهو طلب قدمه سابقا والذي يدرك ليم الآن أنه لمباراة تدريبية تدوم ل3 أيام. هذا فاجأ ليم حقا، خاصة أنه كان يتجنب هذا الموضوع دائما، لذا ضحك بتوتر شديد. الحقيقة هي أن ليم اشترك الطواعية لتعرض للضرب لأن الأرض لم تعد المكان الأكثر خطورة. قارة جاية كانت تعج بالأشخاص الأقوياء، وقبل المغامرة والذهاب إلى هناك أراد ليم اختبار الفنون القتالية اللي اكتسبها بفضل تقمصه لشخصية الحكيم العظيم بشكل شامل ودقيق. انه يعتقد ان تشانكس احد اكثر الافراد الموهوبين الذين قابلهم على الاطلاق سيكون الخصم المثالي. استجمع ليم شجاعته وسلى سيفه ببطء وطلب باحترام من تشانكسو ان يحني به للايام الثلاثه القادمه. بادل تشانكسو نفس الشعور واتخذ موقف القتال، مشيره الى مرحله الاحماء قد انتهت تماما. اوضح انه كان ينبغي على ليم تجهيز نفسه جسديا قبل الحضور، ثم اطلق هالته القويه على الفور. أدرك ليم أنه ارتكب خطأ فادحا، محاولة التراجع. ادعى أنه كان واثق أكثر من اللازم عندما قبل الطلب، لكن تشانغ قاطع بحدة قائل من الآن فصاعد سيتحدثون بقبضاتهم فقط. وفي ومحة بصر انطلق مهاجم. هجماته كانت متفجرة حقا، كل ضربة تسقط على ليم ترسل موجات صدمة هائلة عبر مبنى نقابة البيت الأبيض. بعد 3 أيام داخل غرفة الإقامة المستعجلة التي يستخدمها ليم وليلي للاستراحة، تقدمت ليلي نحو ليم وسألته بهالة مخيفة للغاية عن سبب ظهور وجهه كتعرض لدهس من شاحنة ضخمة، وطلبت بغضب شديد معرفة من فعل ذلك حتى تتموأ من توبيخه وتلقينس درسا نفسها. ليم الذي كان وجهه متورما ومليئا بالكدمات تجاهل الأمر بهدوء وطلب منها البدء في حزم أمتعتها.
الحقيقة الصادمة هي أن تعرضوا للضرب المبرح بواسطة تشانغ سو ل3 أيام ساعد هذا الكيان ليم على إتقان فنون القتال الجديدة تماما، لكن الاستخدام المطول لتلك التقنيات المرعبة استنزف قدرته على التحمل بشكل هائل، وكان اليوم الأخير من التدريب وحشية بشكل خاص. وبينما يشرب جرعة شفاء تسأل ليم بهدوء من أين تأتي وحوش مثل تشانغ سو إلى هذا العالم. وفي وقت لاحق بعد أن اكتملت جميع استعداداتهم أخيرا توجه ليم وليلي معا إلى الطابق الأول من المبنى الرئيسي التابع لنقابة البيت الأبيض. استقبلهم تشانكس وونغ زوبيك، رحب بهم تشانكس بحرارة شديدة مشير بابتسامة إلى أن اليوم هو يوم إجازة ليم الكبرى. نصح ليم بعدم الذهاب لأي مكان خطير، خاصة الأماكن التي ميتي قد يتعرض فيها للضرب مجددا. حسنا أنتم وأنا نعلم الحقيقة، ليم لم يشاركه نفس الطاقة المبتهجة أبدا. كيف يبدو هذا الكيان المرعب منهك تماما. هل تسوي سوداء وجه الشاحب يرويان قصة تعبه المذهل. يرد بسخرية شاكرا تشانجو لجعله يشعر بأنه لا يقهر وهو أصلا كذلك، ثم يلتفت نحو وونغ ويسلمه رسميا قيادة الفريق السابع للشهر القادم بأكمله. وونغ مذهول تماما ويتساءل إن كان هذا مسموحا، لكن ليم يقاطعه بحزم محذرا إياه بضرورة رعاية الفريق جيدا وإلا يمرر إصبعه ببطء على رقبته حركة تهديد مرعبة لكي يؤكد له العواقب الوخيمة اللي تنتظره. تنهمر الدموع على وجه وونغ الخائف بينما يعد بذل أقصى جهده الممكن. يقترب سوراك لمواساته مما يدفع ليم للتعليق بأن وونغ لم يدرك بعد مدى القوة الخفية التي أصبح يمتلكها في داخله. يتنهد الكيان المطلق ليم ويطلب من سوراك مراقبة وونغ، فوافق سوراك بابتسامة دافية وما يلتفت ليم نحو بيك مستعدة لإعطائها التعليمات، لكنه يتجمد في مكان فجأة. كان بيك تحدق فيه بتعبير حالم، عيناها مغمضتان وشفتيها مزمومتان في انتظار شيمة. يسألها ليم في حيرة تامة عما إذا دخل الغبار إلى عينيها. كيف تنفجر بيك إحباطا بقوة متساءتي كيف لا يفهم أنها كانت تطلب قبلة ودية. ليم الذي يمتلك قوة تدمر العالم يحاول الهرب ببراعة مدعيا بجهل أنه لم يسمع بشيء كهذا قط. بدلا من ذلك يطلب منها بساطة إدارة الفريق 7 أثناء غيابي وإنجاز جميع المهام التي كلفها بها سابقا. هذا الرد المتبلد زاد من غضبها واستفزازها. تتهم بيك باستغلالها لكنه لا يجيب لأن تشانغو يحدق فيه بنية قتل مربى من خلفها. يدرك ليم أنه لا يستغلها لكنه رغم قوات الجبارة يفضل ألا يموت على يد أب غاضب الآن. بسرعة خاطفة يستدير ليم نحو الطريق وينظر خلفه لمرة أخيرة بابتسامة خفيفة ويخبر الجميع أن وقت الرحيل قد حان. تبتسم ليلي وتلوح مودعة. يمسك ليم بيدها ويندفعان هربن، فهو لا يريد المخاطرة بالاحتراق بنظرات تشانغو الغاضبة رغم كون كيانه لا يقهر. بعد اختفاء ليم تقف بيك بالصمت تراقب المكان اللي غادر منه وحش القوة. كل حزن يملأ عينيها. يقترب تشانغو ويضع يده بحنان على كتفها متسائل عن السبب الذي يجعل امته الجميلة تبدو في غاية الإحباط هكذا. تخفض بيك رأسها وتعبر عن خوفها من أن لا ترى ليم مجددا، لكنها سرعان ما تتجاهل هذه الفكرة وتعتبرها مجرد هراء سخيف لا معنى له. يطمئنها تشانغو بهدوء ويخبرها أن ليم يمتلك قوة فوق حتى ما كان يتوقعه هو شخصيا. يذكر له حركة واحد استخدمها لم بالأمس كانت مربى وخطيرة لدرجة تهديد شخص القوي مثله. اتفاق بايع بسماع هذا الاعتراف ويؤكد شانغو الأمر بثقة تامة. يشد قبضة يده ويخبر بيك انه بمجرد عودة ليم سيعودون جميعا الى العمل الجاد مجددا. ولكن حتى ذلك الحين سيوصلون التدريب والتطور، فهو نفسه يخطط للخضوع لتدريب خاص ليجعل نزالهم القادم هذا الكائن الخارق أكثر تدميرا. راقبوا جيد الآن. بينما يقترب ليم وليلي من المنطقة المحظورة يبدأ ليم بالشعور بموجة من القلق تجتاح خيانه الذي لا يقهر كأنه لا يستطيع تفسير السبب. عند وصولهما يلاحظ يونيغ شان فور التعبير الغريب على وجه ليم ويقترب للاطمئنان عليه. يسقط ليم حقيبته على الأرض ويتجاهل الأمر بسرعة مدعية أنه لا يوجد أي شيء يستدعي القلق. يسأل عما إذا كان يونغ شين قد ودع والدته بالفعل ويؤكد يونغ أنه فعل ذلك في وقت سابق من الصباح. ثم يعبر ليم مجددا عن قلقه العميق بشان قرار يونغ شين بالانضمام إليهما قبل 3 أيام. حاول إقناعه بالتراجع، فحتى مع وجود الروبوت ستبقى هذه الرحلة خطيرة جدا. يشدد ليم على أن قصة الإجازة بأكملها مجرد غطاء، فهم على وشك عبور الأبعاد المكانية لإعادة ود ليلي المفقودة. يتجاهل يونغ شين الأمر ويقول إنه بما أنهم ذاهبون إلى موطن ليلي فهذا هو كل ما يهم حقا. ثم يخرج هفيفي سيلاسي ويعرض على ليم التعديلات المذهلة التي أجراها على الروبوت تماما كما طلب منه هذا الكائن المرعب. بضغط الزر واحدة يفعل يونغ شين يتحول الروبوت فأ إلى عربة أنيقة يجرها حصان ميكانيكي متطور للغاية. يصاب ليم وليلي بالذهول ورؤية للردود أفعالهما. يقول يونغ بتواضع إن الأمر ليس كبيرا، ميزة التحول كانت موجودة بالفعل منذ البداية، لقد قام بتخصيصها فقط. يقف ليم مذهولة وهو يدرك ببطء مدى الموهبة المرعبة التي يمتلكها يونغ شين. يذكر يونغ شين وجود أوضاع تحول أخرى، لكن ليم يوقفه ويقول إن هذه العربة ستكون كافية تماما في الوقت الحالي. نحن على وشك رؤية المستحيل. في تلك اللحظة يلاحظ ليم بدء تدفق المانا. يبتعد عن ليلي ويونغ شين معلنا بكل هدوء إنه سيقوم بفتح البوابة بنفسه. تبدأ المانا المجمعة بالتركز في مكان واحد. يركع ليم على ركبتيه ويرسم دائرة سحس عملاقة تحتها بكل دقة. الأرض وجار غاية متصلتان من الناحية الفنية، إنما مفصولتان فقط باب خفي ومغلق.
والآن هذا الكائن المرعب على وشك فتح ذلك الباب. بمجرد اكتمال الدائرة يسحب ليم حجر الروح من جيبه. في الوضع الطبيعي ستفتح البوابة من تلقاء نفسها بعد عام، لكن هذا الحجر سيسرع تلك العملية الجنونية بالكامل. يسحقوا بقبضة الجبارة وتندمج المانا المخزنة فيه مع الطاقة الدوامة فوق الدايسة السحرية لتخلق انفجارا كان التفاعل فوريا ومرعبا. تبدأ بوابة الأبعاد بالانفتاح ببطء، يطلب لين من ليلي ويونغ شين الدخول إلى العربة بسرعة فائقة، وبمجرد دخولهما ينضم إليهما هذا الوحش وينتظرون بصمت. بينما تتسع البوابة تراقب ليلي بعيون قلقة، يخبرها لين بلطف أن تسترخي تماما. تشعر بالراحة أو تبتسم قائلة إنها مستعدة. بعد لحظات قليلة التفت ليم نحوها ويعلن بصوت واثق لقد حان الوقت. وبهذا تندفع العربة بقوة عبر البوابة وتغلق خلفهم مباشرة، وفي الوقت نفسه في غارة غاية تتكشف فوضى مرعبة في بلدة اللي تهمها النيران. عصابة تعيد فساد في الشوارع وكل المدنيين بحث عن شيء محدد. هم لا يعلمون أن كيانا مدمر آدم إليهم. زعيمهم ذو الشعر الأحمر يحمله راؤوتو يقترب من زعيم القرية المؤيد مقبل رأياه على مشاهدة الخراب. الزعيم يصرخ بتحديا. السماء انتزل عقابها الصارم على هؤلاء المجرمين. يضحك القائد ذو الشعر الأحمر ويخبر العجوز إنه كان عليه التعاون ببساطة. موجهة سلاحا نحو رأس الرجل العجوز يهدد بقتل حفيد الزعيم أمام عينيه إن لم يتخلى عن المعلومات التي يخفيها. العجوز مرعوب ويتعرج لكنه يلزم الصمت. يفقد ذو الشعر الأحمر صبره ويصرخ مطالبا بالإجابات. من بين الظلال يراقب رجل بشارب مزيف الموقف، يقبض على مقبض سيفه بالشدة. لقد ظل مختبئا طوال الوقت يراقب هذه المذبحة بالصمت، لكنه الآن لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما متبرع في خطر. يستعد كشف نفسه معترا للزعيم في السرة ومؤكدا أنه لن يتركه يموت. وفجأة تنشق السماء لتكشف عن بوابة غامضة. دعنا نراقب هذا المشهد معا قبل أن يستوعب أحد. تسقط عربة ليم بعنف وتصطدم بوسط البلدة. صدمة مرعبة تضرب قطاع الطرق والرجل ذو الشارب. يحدق الجميع بذهول في هذا القسم الغريب. يفتح ليم باب العربة مترنح ومشتتة متذمرة بالبرود من هذا الهبوط العنيف. بمجرد خروجه تقع عيناه على قطاع الطرق وزعيم القرية المقيد. يحل الليم من الموقف ويدرك فورا ما يجري. تحاول ليلي الفضولية استدراك النظر لكنه يغلق الباب في وجهها بسرعة، آمر إياها بالبقاء مختبئة في الداخل. يستدير ليم ويرمق قطاع الطرق بنظرة حادة. يتحول انتباه هذا الكائن المرعب نحو أحدهم، وهو لا يزال يشارك في ذبح أهل البلدة. ثم يلاحظ طفل يبكي بشدة وطفل آخر يحاول يأس تهدئته. هذا المشهد يثير غضب ليم، يطلق هالته الساحقة ويعلن عن خيبة أمله العميقة، خاصة وأنه كان متحمس جدا لرؤية حال هذه البلدة. ليم يعلم تماما أنه بعد عام واحد ستفتح البوابة المتصلة بالأرض في هذه القرية بالذات، ولذلك من أجل رفع قيمة ممتلكاته بات من الواضح له تماما أنه يجب عليه تطوير القرية بنفسه. يقترب الرجل ذو الشارب من ليم يرمي بنفسه أمامه ويركع على ركبتيه. مخاطبا ليم كساحر عظيم، يتوسل الرجل ذو الشارب طلبا للمساعدة بيأس. يتفاجئ ليم من الموقف ويتساءل في حيرة عما إذا كان الرجل يقصده هو حقا. يوضح ذو الشارب انه مع سحر انتقال عن بعد بهذا الحجم وعربة استثنائية كهذه لابد ان ليم الساحر وصل الى مستويات خياليه. وقدم ذو الشارب كيسة من العملات الذهبيه اللي مؤكده انهم سيكونون ممتنين حقا اذا تفضل بمساعدتهم لانقاذهم. رؤيه هذه العملات الذهبيه اللامعه تجعل ليم سعيدا للغايه. وقد أحضر مسبقا بعض أحجار السحر لاستبدالها بالذهب، ورؤية العملات الحقيقية أمامه تجعله يلمع من شدة الفرح والبهجة. بينما يمسك ليم بالكيس يضيف ذو الشارب إنه إذا قضى ليم على قطاع الطرق فسيدفع له 10 أضعاف المبلغ الموجود في هذا الكيس. يبدأ قطاع الطرق في الذعر ويتساءل أحدهم عما إذا كان الحليم حقا ساحرة قوية. آخر يسأل رئيسهم ذو الشعر الأحمر بتوتر فما إذا كانوا سيحقق من حقا شخصا كذا. لكن ذو الشعر الأحمر المنزعج من جبنهم ويشير بغضب نحو الرجل ذي الشارب ويذكرهم إذا صرامة أحد أهدافهم الرئيسية. ويشير أيضا إلى أن رفاقهم سيصلون إلى هنا قريبا جدا. يستعيد قطاع الطرق ثقتهم بسرعة. يلتفت ذو الشعر الأحمر إلى ليم وينصحه بأخذ المال والمغادرة، لكن المضحك هنا ليم لا يعير أي انتباه، إنه مشغول جدا بعد العملات الذهبية. هذا التجاهل يستفز الشعر الأحمر الذي يسأل بغضب شديد عما إذا كان لم يتجاهله عن صد. يواصل هذا الكيان المرعب تجاه الهدء التام. يلتفت إلى الرجل الشارب ويلاحظ ببرود أن هناك 25 عملة في الكيس. ثم يسأل عما إذا كان ذو الشارب ينوي حقا دفع 10 أضعاف المبلغ مقابل القضاء على هؤلاء الحسالة. هنا تتجلى عقلية هذا الكيان. يؤكد ذو الشارب مبتسمة أنه سيفعل. هذا يجعل ليم يفكر قليلا ثم يسأل ببرود عما إذا كان مستعدا لدفع 20 ضعفا بدلا من 10 لقتلهم. كي يتردد الرجل ذو الشارب، فيدير ليم ظهره ببرود ويخبر انه سيغادر فورا ان لم يقبل العرض. وبسرعه سيمسك ذو الشارب بكتف ليم ويوافق بالهفة على هذا الدفع. التخلص من قطاع الطرق كان شيء يخطط ليم لفعله على اي حال، لذا يبدو الامر وكانه اصطياد عصفور بحجر واحد. يلتفت نحو الرجل ذو الشارب ويقبل المهمه. يشكر ذو الشارب ليم على استغلاله بابتسامه مكلفه ترتسم على وجهه. ذو الشعر الاحمر مستشيطا غضبه يامر اتباعه باطلاق النار. يفتحون النار بكثافه لكن ليم يفعل درعه ببساطه.
ترتد السهام دون أي ضرر، وعندما ينتهي الهجوم البائس يفتح ليم باب العربة ويطلب من ليلي الخروج. بينما تخرج ليلي يطلب منها ليم إخماد النيران، تحرك ليلي يديها للأمام وتجمع النيران المستعرة بسهولة تم داخل راحة يدها، ثم تبتلعها بالكامل وتعلق ببرود بأن هذه النار أسوأ بكثير من نار عمالقة اللهب. برؤية ليلي تلتهم النيران يفقد قطاع الطرق ثقتهم مجددا، يفترضون أن ليلي يجب أن تكون ساحرة أيضا، وهذا يجعلهم يشكون في هجومهم الانتحاري على ليم. ذو الشعر الأحمر محبط يلتفت إلى رفاق المهتزين وأمرهم بإطلاق سراح غول المعركة المرعب، يصر على أنه مع هذا الغول لا يوجد ما يخشونه، لأن السحرة لا يسوون شيء بدون شخص يحميهم. هذا يعيد الروح المعنوية لقطاع الطرق ويطلقون الغول بسرعة، وبمجرد تحره يطلق غول صرخة حرب مدوية. هل تظن أن هذا التهديد سيزعجه؟ أبدا. ليم المنزعج يلتفت إلى يونغشين ويخبره أن يتولى الأمر. يخرج يونغشين من العربة ويقفز فوق الحصان الآلي. راقبوا هذا، نقرة واحدة على الحصان ويبدأ هذا الكيان المجهول تحاولا يكسر كل القوانين. وقف الرجل ذو الشارب مذهولا وعاجز عن التعبير وهو يرابق بالعربة والحصان يتحولان لجولم مدمر بالمحاء. هجم الغول بربط فأس ساحقة، لكن سلاح فور ما لمسته الغولم، وكأن قوة هذا الكيان لا تقهر. رد يونغ بلكمة مرعبة سحقت الغول أرضا، من هين المعركة بضربة واحدة أثبتت جبروته. فد بالذعر المطلق بين قطاع الطرق. حاولوا الهرب لكن ليلي قطع طريقهم بجدار ناري، بينما التحرك لين بينهم كوحش هادئ حاصدا أرواحهم واحدا تلو الآخر. بعد إبادته لآخرهم صرخ الرجل ذو الشعر الأحمر مناديا. التفت الليم ببرود مميت ليجد الرجل يحتجز زعيم القرية كرهينة ويطلق تهديدات يائسة محذرا إياه من الاقتراب ولو الخطوة واحدة. نظر الرجل ذو الشارب بغلق متوسلا ليم لإنقاذ الزعيم، واصفا يهب لنعمته مترجيا حمايته، لكن ليم ببرود كائن لا يكترث أجاب إنه إن كان الرهين هو الزعيم حقا فسيتعي على الرجل دفع مبلغ إضافي. أصيب الرجل ذو الشعر الأحمر بهستيريا تامة وصرخ قائلا إنه إن أراد إنقاذ الزعيم عليها أولا إخماد النيران فورا وإحضار حصان للهروب، وبدأ يشرع عليهم عواقب المميتة. لكن قبل أن يكمل ظهر ليم خلفه كشباح مرعب وقطع رأسه، وحين سقطت الجثة أرضا توقف ليم وكأن العالم تجمد. كان يتأمل كيف استخدم للتو تقنية سيف مرعبة معزز بالتخفي وقوة جسدية تتجاوز الحدود المنطق، ورغم انها المرة الأولى التي يستخدم فيها هذه الحركة المدمرة بمعركة حقيقية، شعر أن تنفيذه لم يكن سيئا أبدا. وبينما يتفحص جسده بحثا عن أي آثار جانبية لقوة فائقة، لاحظ ورقة تسقط من جيب القتيل. أدرك ليم ماهيتها فورا، وضعها في الجيب بهدوء شديد دون أن يلاحظ أحد. لاحقا وبعد إن هدأ كل شيء، دعا الزعيم ليم وليلي ويونغ شين إلى منزله لتناول وجبة كتقدير لتدخل هذا الكيان الغامض. بعد تقديم الطعام جلس الزعيم وحن رأسه باحترام عميق، شاكر على إنقاذ قريتهم من الهلاك المحتوم بفضل قوتهم الساحقة. وأضاف أنه رغم تظاهر ليم بالاهتمام بالمال فقط، إلا أنه يوقن تماما أن هذا الكائن المخيف ليس شخصا سيئا على الإطلاق. وأشار إلى استخدام ليم لجرعات باهظة الثمن لعلاج القرويين بعد انتهاء المعركة، رغم عدم وجود أي حاجة ملحة لذلك. لهذا السبب خبره الزعيم أنه يمكنه اعتبار القرية منزله، متمنيا أن يستمتع هذا الوحش الهادئ بتناول العشاء معهم في سلام. قبل أن يجيب ليم قطعه صوت مألوف. نظر ليم ليرى الرجل ذا الشارب يبتسم له، غير مدرك لحجم الخطر أمامه. عبر الرجل عن امتنانه لمساعدة ليم الساحقة سابقا، وسأل الزعيم عما إذا كان بإمكانه الانضمام إليهم في هذه الوجبة المتواضعة. دعاه الزعيم مع مرافقه للجلوس، لكنه التفت أولا إلى ليم بحذر وسأله إن كان مرتاحا لانضمامهم خائفا من إغضاب هذا الكيان. أجاب ليم ببرود إنه لا يمانع. جلس الرجل ذو الشارب على الطاولة بامتنان تام، وجلس مرافقها أيضا، ثم بدأ في تعريفهما لهذا الكيان. الشخص ذو العباءة الخضراء هو زوجته، بينما الشخص الآخر الجالس بجوارها هو الحارس الشخصي المرافق لهما. ابتسم ليم بأدب، لكن ركزوا معي هنا شكوك عظمته بشدة، فهذا الحارس المزعوم لم يكن لأي أثر أثناء هجوم قطاع الطرق. استرق ليم نظرة نحو يونغشين وليلي اللذين يستمتعان بطعامهما، وقرر قمع شكوكة المدمرة مؤقتا ومراقبة الوضع بهدوء. لكن الأمر ازداد صعوبة حين لاحظ أن القدامين الثلاث يحدقون به باهتمام مريب غير مدركين لقوته. مستشعرا التوتر الخانق حاول الزعيم تغيير الموضوع فورا، وسأل ليم عما إذا كان يسافر لمكان ما راغبا في معرفة وجهته المجهولة. أجاب ليم بهدوء المخيف إنهم متوجهون إلى قرية صغيرة في مملكة تيرو للبحث عن شخص معين هناك. أثارت هذه الإجابة فزع زوجة الرجل. لاحظ ليم رد فعلها وراقبها بنظرته الثاقبة، لكنها أشاحت بنظرها بعيدا بسرعة. عزز هذا الموقف من شكوكة القاتلة. ثم أضاف الرجل ذو الشارب أنه للوصول لمملكة تيرو ستعين على ليم عبور الحدود. ابتسم قائلا إنهم متوجهون إلى هناك أيضا، وهذا بالتحديد ما أكد إحدى شكوك ليم المظلمة تماما. أدرك ليم بوضوح أنهم يخططون لشيء ما. نهض الزعيم من مكانه قائلا أنه سيحضر المزيد من الطعام. استنتج ليم أنه رغم تسميتهم للزعيم بوبولي نعمتهم، فإنه على الأرجح يخفي أسرارا عنهم أكثر مما يظهر. وصل ليم التظاهر بالجهل التام وحاول تركيزه للطعام، لكن الرجل ذو الشارب لفت انتباهه قائلا أن لديه طلبا خاصا يود طرحه عليه. جمع يديه معا برجاء وطلب مساعدة هذا الكيان المرعب في مرافقتهم بأمان للوصول
الحدود. استمر ليم في التظاهر بالغباء متسائلا عن حاجتهم للمساعدة، وهم يملكون حارسا ليرد الحارس المزعوم بنبرة شديد الصرامة، مدعيا انه سمع بمهارات ليم الساحقة وبما ان وجهتهم واحدة كما يبدو في النهاية. سأل بوقاحة عن سبب تذمر ليم من طلب كذا، ابتسم ليم بسخرية، ونبرة هذا الحارس المزعوم أكدت شك النهائي بوضوح تام. هؤلاء ليسوا فلاحين، إنهم مجرد نبلاء يتظاهرون ببراعة بأنهم من عامة الشعب البسيط. مد ليم يده الجيبه وأخرج الورقة التي سحبها من جثة القتيل، وضعها بهدوء مرعب على الطاولة رافضا طلبهم البائس بكل برود وثقة. كان ملصق مطلوبين يعرض صورة شخص يشبه الرجل ذا الشارب إلى حد كبير جدا. الاسم المكتوب على الملصق هو هوين ألين، ساحر بلاط بمكافأة تبلغ 100,000، ومطلوب القبض عليه حيال جريمة مرد عظمى. كما نعلم جميعا عرض الليم الملصق أوضح لهم أن قائد قطاع الطرق قتيل كي حتفظ بضمن مقتنياته. من خلال الحسابات الدقيقة يقدر ليم أن الأضغار غاية ستتصلان في غضون عام واحد تقريبا، ومن المفترض أن تبدأ التجارة بين البعدين بعد 6 أشهر من الاتصال الأول. في حياته الماضية لم يطأ ليم أرض غاية إلا بعد أن خمدت نيران الصراعات السياسية تماما، لكن خلال فترة وجوده هناك أدرك خفايا أحداث تاريخية كبرى وبعضها يتكشف أمامنا الآن سيلها من سخرية، أليس كذلك؟ حاليا هم في قرية صغيرة تدعى راون تقع في إمارة هيكس في الجزء الجنوبي الشرقي من القارة، مكان هادئ جدا إن لم تخنه الذاكرة. فهناك تمرد يشتعل في دوائية هيكس في هذا الوقت تحديدا. يبتسم ليم بغرور فهو يدرك ثمن هؤلاء البائسين من حوله متورطون حتى النخاع. العالم يجهل من يقف أمامه. ينهض آلان من مقعدة مقتربا من ليم ويسأله في توتر عما إذا كان هناك ملصق مطلوبين واحد فقط. يؤكد ليم ذلك بكل برود. بلا تردد يركع آلان عند أدمي هذا الكائن المرعب، يتوسل إليه أن يترك زوجته وحارسها يعبران الحدود، المقابل لأن يسلم نفسه ليحصد ليم المكافأة. مشهد يثير الشفقة حقا. صدمة تعتري وجوه المرأة والحارس من توسلات آلان اليائسة. وقبل أن ينطق بكل من هض ليم فجأة ويسألهم بسخرية عما إذا كانوا يحاولون استعد يرفق، فهنا تنكشف الحقيقة. يوضح لهم أن هناك شيء غير منطقي منذ البداية، لا يمكنك خداع وحش كهذا، وتحديدا تلك المرأة التي يدعي آلان أنها زوجته. يكشف ليم بثقة مرعبة بأن ليست تلك سوى الأميرة ألينا الناجية الأخيرة من سلالة هيكس المالكة، التي هربت كما يقال أثناء إبادة التمرد للنظام الملاكي. استنتاجه يراعي بآلان والآخرين، ورغم ارتباك الحارس إلا أنه يستعيد رباطة جأشه بسرعة، كيف بحزم أمام المرأة ويأمرها بالبقاء خلفه، محاولة يأسس لحمايتها من هذا الخطر القاتل. يلتفت إلى ليم محذر إياه من التقدم، يسحب سيفه ويوجه ضربة قاضية، لكن ليم مسكين ما إيده فقط قصد الهجوم بكل سهولة، مجرد التفكير في قتاله يعتبر جنونه خالص. يواصل الحارس هجومه بوابل من الضربات، لكن ليم يتصدى لكل هجمة ببرود تام. واثناء تفاديه يسخر ليم قائلا انه لولا كبر سن الحسس واصاباته لكان ربما شكل تهديدا، فرق القوه بينهما لا يصدق. وبحركه خاطفه يتنحى ليم جنبه، هو يركل قدام الحارس ليسقطه ارضا، يسخر ليم منه لاختلاك الاعذار، ثم يلتفت عائدا الى الان ويساله بهدوء مرعب عما اذا كان بامكانهما التحدث على انفراد. لكن الان المضطرب يحذر ليم من الاقتراب ويبدا في القاء تعاويذه كره ناريه، يهدد بحرق المكان باكمله اذا جرى ليم واقترب خطوه واحده. وقبل أن يكمل تعويذته تتدخل ليلي وتبتلع الكرة النارية بالإمبالاة وهي تمضغ شطيرتها. توبخ آلان على اللعب أثناء الطعام وتلتفت إلى يونغ شين بحثا عن الدعم. هل رأيتم عبثا كهذا؟ يونغ شين مشتت مما يحدث يهز رأسه فقط. يتقدم ليم نحو آلان ويلكمه بقوة ساحقة تطير به بعيدا كحشرة ضعيفة، قوة مدمرة لا ترحم. بينما يتدحر إلان يتمتم ليم بصوت عال بأنه كان يأمل أن يهدئ استعراض القوة هذا الجميع للحديث، وفجأة يقتحم زعيم القرية المكان ملحم بشفرة في وجه هذا الوحش. يصرخ بطهر بأنه مهما بلغت مساعدة ليم لهم فلن يسمحوا أبدا بأن يصيب الأميرة أي مكروه. شجاعة غبية. وبينما يندفع مهاجما يعلن بكل فخر انها فارسا سابقا ولم يتقاعد الا ليصبح زعيما لهذه القريه وانه مستعد للتضحيه بنفس لحيتها. يتنحى ليم هانبا لتجنب الهجوم، ثم ينقر على احدى نقاط المانه لدى الزعيم باصبعين فقط، كائن لا يقهر حقه. ينهار الرجل مشلولة في ثانية. يمكن تجاوز لمز الزعيم الساقط ويخاطب الأميرة مباشرة، حاثا إياها على الهدوء والاستماع. لكن آلان يصرخ من الخلف مطالبا الأميرة بالفرار من هذا الوغد البشع، يجهل تماما عن حجم الكارثة أمامه. يصر آلان بغباء على أن ليم لن يأخذ الأميرة طالما أنه لا يزال يتنفس. يبتسم ليم بخبث ويسأل آلان بسخرية لا أدع عما سيفعله حقا إن قرر أخذها بالقوة، وقبل أن تخرج الأمور عن السيطرة تصرخ الأميرة مطالبة الجميع بالتقوى. تخفض رأسها في يأس وتعترف بأنها كانت تعلم دائما أن هذا اليوم سيأتي. تزيل غطاء رأسها وتوافق على مرافقة ليم بسلام، شرط أن يعطي الصراحة الآخرين. يحتج آلان والحارس بشدة، لكن الأميرة تقف صامدة أمام هذا الرعب المطلق. طالب ليم بأخذها بعيدا بسرعة. يرمق ليم آلان بنظرة محتقرة ثم ينظر إلى الأميرة ببعض الإحباط.
يسألها مستغربا لماذا تتصرف كأنه الشرير هنا، ويذكرها بأنه لم يقل أبدا أنه ينوي إيذاء أي شخص منهم. تسأله الأميرة في حذر عما إذا كان ينوي تسليمهم للمتمردين، وتقول إن لم يكن كذلك فربما يمكنكم في التحدث. تمد يدها لتعرض عليه هدنة، يحدق لين في يدها برود تام ويجيب بأن لا شيء في هذا العالم يأتي من الججانة. تسحب الأميرة يدها بسرعة معتقدة في نفسها أنها كانت محقة ولا أحد يتجرد من الجشع. تعقد العزم وترمي عباءتها في وجه ليم لتعيق رؤيتي، ثم تقفز للأمام محاولة توجيه ضربة. يتفادى ليم الضربة ويحاول الإمساك بيدها لكنها تتلاشى وتظهر خلفه فجأة، يلتفت متفاجئا قليلا من رشاقتها. تستخدم نفس تقنية الحركة ليأخذ ليلي كورهينة، تضع نصلها بالقرب من ليلي وتحذر ليم بإلقاء أسلحته وإلا ستتأذى الفتاة، خطوة انتحارية بحتة. يتردد الليم لثانية ويحذر الأمير بورود من ارتكاب أي حماقة متهورة. يونغ شين غير مبال تماما يخبر ليلي بأنه أنقذ الطعام، بينما ليلي المنزعجة تصرخ في وجه الأميرة لمقاطعة وجبتها اللذيذة. فركة غريبة الأطوار في حيرة تامة تأمر الأميرة ليلي بالتوقف عن الحركة، لكن قبل أن تستوعب ما يحدث تفعل ليلي درعها وتطيح بالأميرة بعيدا. وبينما تكافح الأميرة للوقوف تعود ليلي ببساطة إلى الطاولة تكمل طعامها. تصرفات لا تصدق. يقترب لي من الأميرة المترنحة بهدوء مرعب ويسألها ببساطة إن كانت مستعدة للاستسلام الآن، لكن قبل أن يكمل كلامه تطلق نحوه إبلة من السكاكين القاتلة. كي تصدها لين بالمحض صابصر، يفعل التخفي ويطوي المسافة في جزء من الثانية كأنه خلل في الواقع حقا. يمسك وجهها بلا رحمة ويبدأ في نزع قناعها الغامض، كور صراخها ومقاومتها. يصر لين ببرود تام على أنه يحتاج للتحقق من هويتها الحقيقية. يسقط القناع أخيرا إنها نصف جنية. الأميرة لينا بششحمها ولحمها راضية عن النتيجة. يضرب لين نقطة المانا خاصتها بصبع واحد، أمر إياها بنمنوم الهدوء قوة طاغية حقا. تنهار الأميرة فورا، يندفع عليهم مرافقها نحو ليم كالمجانين، يصرخون بأعلى صوتهم ليتوقف. منزعجة من الضجة يسقطهما لم بضربات دقيقة في لمح البصر. يلتفت نحو ليلي ويونغشين قائل ببرود إنه حذرهم مسبقا من التحرك، مجرد حشرات أمامه. ثم يسأل رفاقه بهدوء إن كانوا سيساعدونه في حمل هذه الأجساد الفاقدة للوعي. تطلب منه ليلي وهي لا تزال تمضغ طعامها أن ينتظر لحظة تكمل وجبتها. أولا تصرفات غريبة، وبعد فترة تستعيد الأميرة أوعيها أخيرا لترى الكابوس. يبدو الرعب واضحا على آلان والمرافق. تدرك الأميرة أنهم مقيدون بالكامل وتهمس بيأس واضح أنه يبدو أنهم قد وقعوا في الفخ أخيرا. تلتفت ببطء نحو ليم الذي يجلس شمامه وتسأله بخوف مخفي عما يخطط لفعله بهم الآن. هذه المرأة هي فعلا الأميرة علينا السلسلة مباشرة لعائلة هيكس الملكية وحفيدة أحد شيوخ الجان العظماء، مكانة لا تعني لليم شيئا. الرائب معي هنا لم يعرف من حياته السابقة أن هذه النبيلة مؤدبة بشكل مأساوي. يموت سيشعل حربا عرقية مدمرة ستحرق الأخضر ويابس. وليم هنا لمع ذلك تماما يرفع 3 أصابع بكل هدوء ويقدم لهم 3 خيارات لا مفر منها. الأول يمكن ببساطة بيعهم للمتمردين، والثاني أنه كل يمضي في طريقه وكأنهم لم يلتقوا أبدا. عند سماع ذلك يتدخل ألان بأس شديد، عرض كل ما يملكون من أموال وثروات مقابل حريتهم. يضحك ليم بسخرية موضحا أن لو أراد أموالهم لأخذها وهم فاقدوا الوعي ببساطة. وأخيرا يطرح ليم خيار الثالث والصادم، سيتولى شخصيا مرافقتهم حتى غاب الجان. عرض يصدم آلان والمرافق تماما ليتساءلوا في حيرة عن سبب فعل ليم لشيء كهذا. يبتسم لم بمكر ويخبرهم انهم يتجهون لنفس المكان على اي حال، لكن تذكر جيدا لا شيء مجاني في هذه الحياة. يطلب من الأميرة ترتيب لقاء خاص مع جدتها. تتردد الأميرة كثيرا أمام هذا الطلب الغريب. وجود وحش بأول أيام لمرافقتهم هو ما أكثر من كانت تحلم به، لكنها ورغم ذلك لا تزال غير قادرة على الثقة به. تضيء عينها بشك فتسأله عن غايته من لقاء جدتها، محضرة إياه من العواقب كان ينوي شره. يتنهد لين بإحباط من غبائها ويخبرها بفظاظة إنه لو أراد افتعال مشاكل ثم عرض المساعدة أصلا. صراحته اللاطعة هذه تفاجئها تماما وتلقم لسينها عن الكلام للحظات. وبينما تغرب تفكيرها يسترجع ليم السبب الرئيسي الذي جاء بهم إلى غارة غاية هذه للبحث عن والد ليلي، لكنه يخطط أيضا لجمع بعض العناصر النادرة والمفيدة جدا في طريقه. إن كان التلاعب بشخصيات ملكية مثل ألينا سيساعده في تحقيق هدفه المطلق فليكن. وبابتسامة غامضة على وجهه يخبرها أن السبب الوحيد لمساعدتها هو رغبته في ترتيب أمر بالغ الأهمية لبعض الأشخاص. في جارة غاية بأكملها يوجد كائن عاش لفترة أطول من أي كائن آخر، مخلوق أسطوري باسم أبراسيس التتنين الحكيم. تقول الأساطير العتيقة أنه أطقن كل المعارف وفنون السحر الموجودة في هذا العالم. ويعتقد ليم بثقة أنه إن كان هناك من سيساعده في فهم تلك الساعة الغريبة المثبتة بمعصمه والتي يرجح أنها سبب تراجعه في الزمن، فهو هذا التنين ولكن شيخ من الجان فقط من يملك صلاحية لقائه. يسأل ليم الأميرة ومرافقها بهدوء تام عما إذا كان طلبه هذا يبدو غير معقول حقا. تتحدث الأميرة أخيرا موضحة أنه حتى لو وافقت جدتها فلا يوجد أي ضمان بأن التنين سيوافق على هذا اللقاء المجهول. هي أبى ليم ذلك ويخبرها أنه كل ما يريده هو أن تفي هي بجزءها من الصفة والباقي ستركه لنفسه. وفي اليوم التالي تبدأ رحلتهم نحو الغابة.
داخل العربة ينبهر ألان كالأطفال بالميزات السحرية الرائعة وتدفق الهواء التحكم به بدقة والكراسي القابلة للطي والمرايا العاكسس. لكن ليم يحدق للأمام بانزعاج شديد ويأمر آلان بالصمت فورا، محذرا إياه من إيقاظ الأطفال. يعتذر آلان بخجل، وفي الآخر يمسك ليونارد بالزمام الخيول. يلاحظ ليم إصابات ليونارد ويسأله بجد بعمة إذا كان قادر على القيادة. لقد تعرض ليوناردو لتسمم سابقا لكنه تعافي الآن. يقترح ليم أن يتبادل الأدوار لاحقا ويترك لهم حرية اتخاذ القرار. في الداخل تجلس إلينا منتصبة مكتوفة الذراعين صلابة، رافضة تمام الدخول في أي نقاش. كلتا ليم نحوها بفضول ويذكرها بقواعد الصارمة. اسمعوا هذا: عليها ألا تتوقع أي معاملة ملكية هنا، ويجب أن تطيع تعليمات ليم حرفيا دون نقاش. وحتى يصلوا إلى غابة الجان سيبقى ختمها الملكي كضمانة لديه. تتأمل علينا الوضع بصمت مطبق. هي فقط من يعلم أن الختم الحقيقي موجود بحوزتها، وحتى حراسها الشخصيون لا يدركون هذا السر. ومع ذلك وبطريقة مرعبة اكتشف ليم الحقيقة. يجلس ليم مقابلها بهدوء ويسألها عما تخطط لفعله حقا بمجرد وصولهم للغابة. تجيب ألينا بحزم أن ستستعيد سعيد ختمها، ليرد ليم ببرود تام أنه لا ينوي الاحتفاظ به أصلا. ثم تعلن بشراسة أنها ستجمع قواتها تعقب الخونة وتستعيد مملكتها. لكن ليم ينظر إليها ككيان يدرك مستقبل، محذرا إياه من أن طموحاتها ستشعل حرب طاحنة. يترك الخيار لها، لكنه ككيان يدرك عفث الفانين. يحذرها من أن هوس الانتقام سيتهم شبابها بلا رحمة. هي بتبتسم بهدوء مدعيا انها مجرد نصيحة من رجل عجوز. علينا تراقبه وتصفو بالكسول والمتفائل، لكنه حتى ندرك حقيقة هذا الكائن المرعب. يهز كتفيه معتبرا ان هذه هي طريقته في العيش. وبما تتسلل اشعة الشمس تتوقف العربة فجأة وتستدير علينا بقلق شديد لما يحدث. لين بحواسه لا تتجاوز المنطق يدرك انهم محاصرون. ليونارد يؤكد ان هذه هي القوة التي تطارد ماركيز اورموند بوضوح. ليلي لا تزال ناعسة وتتهمهم حول الإفطار. لا يم يأمر يونغ شين بإيقاف العربة بهدوء التام. عندما سئل عن سبب توقف الخيول يجيب لين بأنها ستتحرك قريبا، ويأمر ليونارد بالبقاء والراحة في الداخل وكأن شيئا لم يكن. يظهر محاربون مدرعون ليحصروا العربة تماما. يتقدم رجل منهم ويحيي ليونارد بالسخريسة مستفزة، متسائلا بوقعها عما إذا كان نصف القزم بالداخل. ليونارد يعرف هذا الرجل جيدا ويصرخ في وجهه فورا وصفا إياه بالخائن. الرجل المدعو فيكونت منشد بلقب جديد كوكونت يسخر من لقب ليونارد كبطل ويضحك باحتقار من فكرة ان شخصا لم يصل لمستوى سيد سيف يستحق هذا المديح. يعلن بغرور انه سيواجه ليونارد بمفرده ليترجع فرسانه الى الخلف طاعة له. يرفع ليونارد يده لإلقاء تعويذة، لكن منشي هاجم اولا مطيحا بسلاحه بعيدا قبل ان يطعنه بلا رحمة. وبينما يستعد منشي للضربة القاضية يدخل الكيان المرعب ليم ضربته تقطع شارب منشي فقط ليتشتت انتباهه تماما. كليم بكل هدوء يأمر الساحر فورا بإعادة ليونارد إلى العربة وعلاجه باستخدام جرعة باهظة الثمن. هذا التجاهل المرعب بيفجر غضب مونيشي يصرخ شاتما ليم، يهدده بتمزيق روحه باستخدام أصل الهالة. لكن لام الذي لا يعرف الخوف يرد ببرود تام بأنه يستطيع استدعاء واحد أيضا. مونشي مصدوم يصرخ بأن لا شاب يجب أن يمتلك قوة كهذه. وعندما تتشابك السيوف يسخر ليم من تقنيته ويصد هجماته بسهولة مطلقة وكأنه يلعب.